بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله موضوعنا النهارده اللي هنتكلم فيه عبارة عن مبنى سكني مكون من 5 أدوار. هنتعلم النهارده بإذن الله إزاي نرسم المبنى ده معماري بطريقة سهلة، وهنتكلم عن كل الطرق بإذن الله، وهنتعلم إزاي نحضر الشيت بتاعنا اللي هنرسم فيه، وهنتكلم عن الوحدات والستايلز والدايمنشن اللي بتعقد الناس إزاي بالذات في اللغة العربية والكتابة باللغة العربية. كل المشاكل دي بإذن الله هنحلها النهارده بإذن الله، واحنا بنشرح المعماري. فهنرسم النهارده بإذن الله المعماري، وهيكون في فيديو تاني خاص بالإنشاء بتاعه بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ بس الناس يا ريت تراجع على الفيديو رقم 8 اللي احنا كنا شرحنا فيه، اللي هي رسمة برضو رسمة معماري، اتعلمنا ازاي برضو ازاي نتعامل معاها ونرسمها. يا ريت الناس تسمع الفيديو ده قبل ما تبدأ، ده هو فيديو بسيط برضو وشارحين فيه بعض الأوامر المهمة في بداية الفيديو، يا ريت الناس تسمعه قبل ايه ما تبدأ في الفيديو ده. هنبدأ ان شاء الله في الأول كده نعمل شوية تعديلات بس كده، نظبط البداية بتاعتنا. هنشوف البداية بتاعتنا في الكاد عشان ايه في ناس بتتلخبط فيها. اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله الاوتوكاد كلاسيك، بنجيبه من هنا، ضغطه من هنا اقول له اوتوكاد كلاسيك، او بختار من علامه الترس من تحت هنا اختار الاوتوكاد كلاسيك، او اقول له تول مقايمه تول. طبعا المنيو بار لو مش ظاهر، منيو بار مش ظاهر في سهم كده بضغط عليه واقول له شو منيو بار، واقول له مقايمه تول ورك سبيس، تولز ورك سبيس، اقول له ايه اوتوكاد كلاسيك. الشريط اللي تحت ده بقاش عند الناس احيانا كده بيبقى بالشكل اللي قدامنا ده كده، الشكل اللي تحت كده، فعشان احول للشريط القديم بتاعنا اضغط رايت كليك في اي مكان واقول له ايه اشيل علامه رايت من جنب يوز ايكون يظهر لي. اللي انا هستخدمه ان شاء الله الاو تراك والاو سناب والبولر والايه والجريد. وما انساش برده الاو سناب الضغط واحده كده على حاجه بتعلمها، ما تنساش الاو سناب اضغط عليه رايت كليك واقول له سيتنجز واعمل ايه سيلكت اول على كل ده. ماشي تمام. قبل ما نبدا طبعا الشاشه اللي قدامي دي كده انا لو رسمت اي حاجه، طبعا لاير 2 ده هنتكلم ازاي استخدامه، مش دلوقتي هنتكلم واحنا شغالين. لاير 2 هنتكلم ازاي نجيبه ونشتغل عليه ازاي. قبل ما ابدا بس اهم حاجه، لو انا راسم اي رسمه كده عند اي خط كده، باجي اقيس الخط اقول له دايمنشن، اقول له ايه لينير، قال لي الخط ده مثلا زي ما يكون طلع كام 57. طب الخط ده 57 ايه 57 متر 57 سم 57 انش، ايه نوع الوحده اللي انا شغال عليها. فقبل ما نبدا اللوحه بتاعتنا لازم ايه لازم نظبط الوحدات بتاعتنا، ونظبط الوحدات زي ما له مقامه فورمات واقول له يونتس، اروح جاي داخل مظبط الوحدات. مبدئيا انا عندي الوحدات بتاعتي اللي هشتغل عليها ديسيمل، هقرب لحد اقرب رقمين عشريين، تمام كده. والوحده اللي انا هشتغل بيها طبعا ده ايه اللي هنرسمه النهارده ان شاء الله، دي لوحه معماري. فلوحه معماري هتلاقيني بشتغل كل ابعاد ايه بالامتار، فايه اروح جاي مشغل عليه وحدات المترز، واقول له ايه واقول له اوكي. كده انا ظبطت ابعادي كده، اي بعد انا هكتبه عندي هنا دلوقتي هيبقى بكام، هيبقى ايه الابعاد بتاعتنا بالمتر. دي اول حاجه كنا عايزين نتكلم فيها. تاني حاجه كنا عايزين نظبط بقى قبل ما نبدا، لازم نعمل اللايرز بتاعتنا اللي انا هرسم عليها. في ناس كل واحد له الالوان اللي بيحبها وبيفضلها، بس انا ليه الواني بحب اختار لان انا هطبع على اساس الالوان. انا دلوقتي يعني ايه يعني انا عايز اعمل لايرز بالوان معينه خاصه بيا، بحيث ان لما اجي اطبع اقول له لا اللون ده هديله انا درجه معينه، بحيث ان هي تظهر خفيفه تظهر تقيله. يبقى انا بتحكم في درجه اللي هي الخفيف، المحاور مثلا تبقى خفيفه اختار له اللون الاحمر يبقى حاجه خفيفه مش عارف ايه. يبقى انا هتحكم في درجات الالوان عن طريق الالوان، انا اللي هغير في درجاتها وعلى اساس الطباعه تطلع باذن الله كويسه. تمام. وهنتكلم برضه هنعمل ستايل للطباعه. فقبل ما نبدا يا ريت الناس تعمل لي فولدر كده عندها على الجهاز، على الجهاز طبعا مش على الديسكتوب، تحفظه على الجهاز جوه وتسميه كاد ستايل. كاد ستايل ستايل كاد ستايل ماشي. تخش عليه كده تروح جاي فاتحه فولدر جيت، معلش هنسميه كاد ستايل. كاد ستايل هنخش عليه كده، هنعمل كذا فولدر، هنسمي واحد فيهم خاص باللايرز، واحد خاص بالدايمنشن، وواحد كمان خاص بالطباعة بلوت. تمام كده. وبعد كده اروح جاي فاتح البرنامج بتاعي واعمل اللايرز بتاعتي. انا طبعا هفضل اعمل اللاير بتاعتي بالالوان اللي احنا قلنا عليها، فمثلا عندي السنتر لاين اخليه باللون الاحمر، السنتر اخليه باللون الاحمر، والنوع بتاعه طبعا ايه خط نوع ايه، هنختاره خط سنتر 2، سنتر 2 واقول له اوكي، واقول له اروح جاي مختاره تاني واقول له ايه اوكي حمله لي سنتر 2، اقف تاني على الزيرو عشان اخد خص الزيرو، واقول له ايه بعد كده الوولز بتاعتك، الوولز اخليها لونها احمر كونتينوس. الكولوم الاعمده انا بحب الاعمده تكون لونها اللون السيان اللبني، السيان اوكي. وطبعا هو كونتينوس برضه طبعا. بعد كده البلوكس، البلوكات اللي هحطها في الشكل بتاعي ديت بحب يكون لونها رصاصي اوكي. بعد كده هقف هنا تاني برضه واروح جاي عامل الداشت، اي حاجه داشت عندي في اللوحه خليها باللون الاصفر، والنوع بتاعها اغير التايب بتاعها، اقول له لود، اقول له ايه اختار داش 2
داش دي 2 واروح جاي معلم من هنا واقول له ايه، واقول له اوكي. فاضل حاجه عندنا تاني كده ما قلناش، اللي هي الهاتش، اخليه باللون الاحمر برضو، هاتش، هاتش اخليه باللون الاحمر. اوكي. كده انا اعتبر عرفت كل اللايرز اللي انا هستخدمها عندي في اللوحه بتاعتي. طب انا دلوقتي انا عايز اثبت الحاجه دي موجوده عندي على الجهاز، بحيث ان انا مش كل شويه، كل ما اجي اشتغل في مشروع، كل ما اجي اي حاجه افضل اقعد اعرف فيهم كل شويه. فانا عايز احفظ حاجه عندي على الجهاز بحيث اختارها على طول لو فتحت المشروع يفتح عندي. فايه، اروح جاي ضاغط عليه هنا على اللاير ستيت مانجر، واروح جاي قايل له ايه، واقول له نيو، اسميه مثلا ارش، ارشتكتر، عشان لما اجي اشتغل اي لوحه ارشتكتر اقول له اوكي، واقول له ايه اكسبورت، صدرها لي فين، اختار الفولدر اللي احنا لسه حافظينه دلوقتي كاد ستايل، اقول له لايرز، واقول له ايه ارش، اقول له ايه سيف، واروح جاي له كلوز. اجي افتح بقى اي ملف تاني، انا طبعا بص لو بصيت هنا اللايرز كلها موجوده اهي. لو جيت فتحت اي بقى ملف تاني كده عندي، اجي ابص على اللايرز مش موجوده، يبقى انا عشان انزلها على طول اضغط ضغطه واحده، اقول له لاير سيت مانجر، اقول له ايه، اقول له امبورت، اي موجود فين، ادي اخش كده على كاد ستايل اللايرز، ابص الاقيها مش موجوده. ليه؟ لان الاختصار بتاعها دوت ال اي اس، يعني ايه دوت لايرز ال اي اس، فلازم اختار هنا دوت ال اي اس، واروح جاي ايه، اقول له ارشتكتر، اقول له ريستور، اقول له ريستور ستيتس، واروح جاي ايه كل حاجه ترجع لي. تمام كده، تمام. يبقى كده عملنا اللايرز بتاعتنا خلاص واشتغلنا عليها. نبدا بقى نشوف بقى المشروع بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله. ده المشروع بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه بالشكل اللي قدامنا ده كده. عايزين نرسم المعماري بتاعه. هقول له اول حاجه ويندو، اقول له ايه تايتل فيرتيكال عشان اشوف اللوحتين. مبدئيا احنا بنبدا المعماري بتاعنا بايه، بالدور المتكرر. فانا دلوقتي انا عايز ايه، عايز اعزل ده عن باقي اللوح كلها عشان ارسمه لوحدي، يبقى عندي حريه اتحرك في ده بس لوحده. فبعمل الحكايه دي ازاي، اقول له تول، اقول له ايزوليت، هقول له ايه ايزوليت اوبجكت، فين الاوبجكت اللي انت عايز تعمله ايزوليت، هقول له الاوبجكت بتاعي ده، واروح جاي مديك له انتر يعمل له لي ايزوليت. عايز ارجع بقى لحاجه ثانيه، اقول له تولز، اقول له ايزوليت، اقول له اند ايزوليشن انستليشن، اقول له راح جاي تاني، اقول له لا طبعا تاني تول ايزوليت، اقول له ايه ايزوليت اوبجكت، راح جاي مختاره انتر، يروح جاي اعمل لي ايزوليت له. تمام كده. ابدا بقى اول حاجه عندي اعمل ايه، بص يا جماعه الحاجه بضغط هنا يبقى كل الشرايط وكل الحاجه دي خاصه بهنا، اضغط هنا كل الشرايط وكل الحاجه دي خاصه ايه باللوحه هنا. تمام كده. فانا هروح جاي اضغط هنا وابدا ايه ارسم المحاور بتاعتي. عايز اول حاجه ارسم محور، بروح جاي داخل على اللايرز، سنتر لاين، سنتر، اقول له ايه كونتينوس لاين، اقول له ايه، اقول له فيرتيكال، اروح جاي اعمل الخط بتاعي فيرتيكال، وبعد كده اقول له ايه اوفست زي ما اتعودنا، واقول له ثرو، اروح جاي مختار الخط، واقول له ايه مالتيبل، واروح جاي له شيفت كليك يمين. اهم حاجه وشرحنا كل ده بالتفصيل في الفيديو الكامل، عشان كده قلت للناس لازم تسمعها قبل ما نبدا ايه في الفيديو ده. وبعد كده ادخل الابعاد بتاعتي 3 39 8 من 10 2 35 8 من 10 2 علامه 54 انتر. عملت المحاور بتاعتي في اتجاه الرأسي، اعملها بقى في اتجاه الافقي، الاقي عند المحاور بتاعتي 4 19، بعد كده 3 1، بعد كده 1 4 9 100. اقول له كونستراكشن لاين، اقول له ايه هوريزونتال، اختار اي نقطه كده في الهوريزونتال. كونستراكشن لاين تاني، معلش ما كنتش عرفت، شفت اهميه ان انا ابقى واقف في المكان الصح ازاي. اضغط هنا واقول له كونستراكشن لاين، واقول له هوريزونتال، راح جاي مختار النقطه بتاعتي، وبعد كده راح جاي له ايه اوفست، اقول له ثرو، اختار الخط بتاعي، بعد كده مالتيبل، شيفت كليك يمين تمبوري تراك بوينت، اختار نقطه واقف عليها في شارت تراك بالظبط، اقف على شارت تراك بالظبط كده. تمام. وبعد كده ادخل بتاعت المحاور بتاعت 4 علامه 19 3 علامة 1 1 4 علامة و9%. انتر. بعد كده اتفقنا عايز اقطع ده ازاي، راح جاي جايب امر ريكتانجل، وراح جاي واقف هنا مثلا على مسافة كويسة كده، حاجة كويسة بالشكل اللي قدامنا ده كده. انتر. وبعد كده اقول له اي اكس تريم، اختار الشكل، اقطع بره. تمام. تمام. طب نبص دلوقتي يا جماعه، احنا دلوقتي عايزين ايه، نظبط المحور دي سنتر لاين، يعني لازم يبقى بالشكل اللي قدامي ده كده، شكل السنتر لاين. كنا بنعمل ايه، كان الناس تعمل لاين تايب سكيل، لاين تايب سكيل. طب لاين تايب سكيل ده بيعمل ايه، نبص هنا لاين تايب سكيل ده بيخلي لي اي حاجه سنتر لاين داش اي حاجه كلهم زي بعض. يعني ايه، يعني بيديهم لي كلهم نفس الدرجه بتاعه التقطيع بتاعه ايه سنتر لاين، او كل ده ازاي يعني، نبدا نفهم نشوفها نطبق على اللوحه اللي قدامنا دي عشان نفهمها. نيجي هنا لو رحت جاي قايل له لاين تايب سكيل، لاين تايب سكيل، هو هنا كام نص، لو قلت له كام 1/10، بص ايه اللي حصل، السنتر والداش واي حاجه كلها اتغيرت كلها. لاين طيب سكيل، رحت جاي رجعتها نص تاني اتظبطت. طب انا عايز لا، انا عايز هي المحاور بس، يبقى كل حاجه ليها ايه حاجه خاصه بيها، يعني كل حاجه هي لا
التقطيعه بتاعتها المناسبه ليا على حسب مزاجي. بعمل ايه؟ بروح جاي محدد السنتر كلها كده، واخش على قائمه ايه، بروبرتيز، الشكل بتاعها من هنا، اقول له موديفاي، اقول له ايه، بروبرتيز تظهر بالشكل ده. ما بتظهرش عند الناس كده، بتظهر بالشكل اللي قدامهم ده كده. انا بحب دايما تبقى في الجنب، اضغط رايت كليك هنا واقول له انكر ليفت، بحيث انها تتحط في الشمال، اضغط عليها تروح جايه راحه، اروح كده يمين او شمال تختفي، اضغط عليها ضغط تروح. اقول له بعد كده ايه، لاين تايب سكيل اخليه كام، وليكن 3 من 100، اروح جاي له ايه، اوكي. نبدا نشوف السنتر بتاعي بدا ايه، المحاور تظهر عندي كلها بقطعها بكل حاجه. تمام كده. عايزين تقلل عن كده نقلل، عايزين عجبنا مش افرض بقى الناس ما عجبتهمش كده السكيل، اروح جاي محدده كله، واقول له بروبرتيز، اقول له كام، اقول له بروبرتيز، اقول له كام، وليكن خليها 1 من 100، اوكي. بدا ايه، السنتر لاين يتقطع كله. وصلت؟ وصلت. كده اول حاجه كنا عايزين نتكلم عليها ايه، كانت هي ايه، السنتر لاين. الناس لو طبعا ده باين عايزين تعدل، خلاص اتفهمت الفكره. بعد كده اللي عايزين نعمله، الخطوه اللي بعد كده عايزين نعمل ايه، عايزين نعمل الخطوه اللي بعد كده، عايزين نعمل الاعمده بتاعتنا. بعمل الاعمده ازاي؟ في كذا طريقه، عايزين نتعلم كل الطرق ان شاء الله وبنختار اسهلها. بس قبل ما نتكلم في طريقه كده كنا عايزين نتكلم عليها، الا وهي ايه، علامه شيفت ات. في ناس كتير بتغلط في شيفت ات. ايه فايده الشيفت ات؟ نقولها كده على السريع بسرعه. شيفت ات ان انا لو عندي هرسم عمود بتاعي مثلا كده، ده عمود بتاعي عايز ارسمه. فانا طبعا عندي مبدئيا كده نقطه الاحداث، النقطه دي انا ما اعرفش احداث النقطه دي كام، فانا عايز ادخله في الاكس كام وفي الواي كام، وانا اصلا ما اعرفش احداث النقطه دي كام، احداث النقطه دي كام. فبتصرف بعمل ايه، بقول له اعمل لي علامه شيفت ات. يعني ايه شيفت ات؟ اتياهو اللي احنا بنعملها اتياهو. فبيعمل لي ايه، بيروح جاي واخد لي المحاور الاصليه بتاع اللوحه مؤقت، ينقلها لي هنا مؤقت، واحنا اتفقنا ليه مؤقت، نقلها لي هنا بقى. النقطه دي بالنسبه لي بعد ما عملت شيفت ات بقت 0 و0. اروح جاي قايل له بعد كده، اروح جاي بعد كده ادخل له مثلا ابعادي في الاكس وابعاد ايه في الواي. يبقى فهمنا ايه فايده الشيفت ات، ومع الاستخدام ان شاء الله هتبان فايدتها اكتر. يبقى اجي هنا اروح جاي مختار، طبعا اقفل ده عادي، اروح جاي مختار له ايه، اقول له الكولومز بتاعتك يا سيدي، واروح جاي الامر ريكتانجل. اجي هنا اقول له شيفت ات، اقول له انا عندك المستطيل بتاعك كام، هيقول لي 3 من 10 و5 من 10، 30 في 50. الناس تبدا تقيس برده المستطيل، اي حاجه عايزاها تبدا تقيسه. وبعد كده اجي هنا اروح جاي له اختار امر هاتش، امر هاتش، واروح جاي له ايه، اتش انتر. اختار اقول له اد بيج بوينت، اختار الشكل بتاعي انتر، اقلل السكيل وليكن 1 من 100، اقول له بريفيو، عجبني، اقول طبعا اختار نوع الهاتش، نسينا انسي، واختار ال 100، اقول له اوكي، اقول له بريفيو، عجبني، خلاص ايه اوكي. ادي عملنا العمود بتاعنا. طبعا العمود بتاعنا هنا ايه، نايم بالشكل ده، فاعمل له، فلازم اعمل كمان نسخه منه مايله. اقول له ايه، روتيت بيز بوينت فين، اي مكان، طبعا هتلف بزاويه كام، اقول له كوبي الاول عشان يعمل لي نسخه، واقول له بزاويه كام، 90. راح جاي اعمل لي ايه، 2، راح جاي واخد واحد منهم واقول له موف البيز بوينت في اي مكان طالما اتحرك مسافه بس، وراح جاي ايه مختاره. عندي بقى انا دلوقتي عايز احط العمود بتاعي هنا عند السناتر بتاعتي هنا، فبعمل ايه، في ناس كانت بتعمل تروح جاي واخده العمود، تقول له كوبي البيز بوينت فين، تروح جاي واخدها من هنا كده مثلا، وتروح جاي حاطها هنا، وبعد كده تفضل تعمل ايه، تفضل واحده واحده تتحرك هنا 600 و600. الطريقه دي عقيمه طبعا. ايه الطريقه السهله؟ في عندي طريقتين دلوقتي، الا وهي اول حاجه اروح جاي مختار المستطيل بتاعي، اقول له ايه، كوبي. هيقول لي انت عايز تمسك المستطيل بتاعك ده منين؟ انا عايز امسكه، لو انا ضغطت على النقطه دي على طول هيختار لي النقطه دي ويمسك لي المستطيل منها. انا لا، انا عايز اقول له لا، عايزك تمسكه لي مسافه من الحته دي، مسافه من الحته دي. اقول له شيفت ات فروم. يعني ايه فروم؟ يعني من النقطه دي. فروم من النقطه دي كام؟ انا عايز اريح دماغي، راح جاي قايل له علامه شيفت ات، فاكرين شيفت اللي احنا قلنا عليه، راح جاي عمل لي، راح جاي جايب لي محور الاصل ده، حطه لي هنا عند النقطه دي، مكان مثلا الصليبه اللي قدامي دي بقى هي محور الاصل. يبقى انا دلوقتي المستطيل بتاعي ده بقى في الربع كام، بقى في الربع كام، في الربع الثالث. فراح جاي قايل له شيفت ات سالب 6 من 100 اللي انا همشيها، وسالب 6 من 100 لان البعدين كام موجودين ايه، موجودين في المحور الثالث. اقول له انتر. بص راح جاي ايه، مسكوا لي من النقطه دي، وراح جاي ايه، ابدا براحتي، راح جاي رايح عند اي نقطه، وراح جاي مختارها، راح جاي حاطط العمود بتاعي. ادي طريقه. في كمان طريقه وانا بدي الكورس النهارده كان عجبتني جدا، واحده قلت عليها جميله جدا جدا، الا وهي ايه، قلت له مش انت كده كده هتيجي الناحيه الثانيه هنا او هنا، افرض بقى مكان، يعني مثلا لو بصينا هنلاقي مكان ايه، مكان البيز بوينت اختلف اهو. هفضل بقى كل شويه اقول له شيفت ات فروم والكلام ده، قلت لا، طالما اروح جاي ما انا ممكن اقول اوفست على مسافه كام، 6 من 100، واختار المستطيل بتاعي، واروح جاي اعمل له اوفست لجوه. بقى عندي كل البيز بوينت اللي انا اقدر امسك منها الشكل. اجي مثلا على محور زي ده كده، اروح جاي ايه، اجي اقرب من الشكل، اروح جاي واخده كده بالشكل اللي قدامي ده كده، كوبي. فين الباقي بالبيز بوينت بتاعتك، اختار بقى من هنا البيز بوينت بتاعتي، اروح جاي رايح عادي خالص بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، واروح جاي حاطط المحور بتاعي. هتقول لي طب افرض بقى انا عندي ده كان حظي كان هنا 600 و6 من 100، طب افرض بقى كان في الاكس غير الواي، اعمل ايه؟ اقول لك روح جاي شيل المستطيل ده يا سيدي، هقول لك شيل المستطيل ده خالص، واعمل لده اكسبلود، فجره اكس ايه، اكس انتر، معلش جاز بس عنك، اختار ده كده،
اختار مستطيل واعمل له اكسبلود اكس انتر بقى كل ايه خط لوحده. اروح جاي على ده اقول له اوفست وليكن 6 من 100 انتر. اختار ده اوفست كده. طب ده ارجع اقول له ده خليك 7 من 100 اللي هي بتاعتك، واروح جاي مختار ده كده. افضل نفس الفكره واختار كذا البيز بوينت. وما اجي اختار الشكل من هنا وهنا، وبعد كده اختار البيز بوينت ايه مكان ما انا عايز. تمام تمام. نرجع تاني. ابدا بقى اشوف بقى باقي الاعمده بتاعتي. عندي عمود زي اللي هنا ده كده، اروح جاي مختار ازاي، اروح جاي مختار من جوه كده كده، واقول له ايه كوبي. فين البيز بوينت بتاعتك يا سيدي؟ ادي البيز بوينت بتاعتي اهي. اروح جاي رايح مختارها وراح جاي حاططها في الشكل بمنتهى السهوله. وهكذا مع الاعمده دي. نبص كده في عندي ايه، هلاقي في قطاعات مختلفه للاعمده. في عندي عمود هنا اهو كمان، في عندي عمود ده 30 في 50. طب ده 30 في 70، ده 30 في 70. هتقول لي عرفت منين؟ ممكن الناس دايمنشن لينير تقيس المسافات بتاعتها وتشوف العمود كام في كام في ثواني. ده 30 في 60، ده اللي جوه ده 30 في 70، ده 92 في 30. نفس الفكره. هفضل اعمل كده. طب هتقول لي ان انا افضل كل شويه افضل اعمل عمود بتاعي جديد ونموذج جديد؟ هقول لك لا، ما توجعش دماغك وتعمل نموذج جديد. مش انت عندك خلاص ده، في عندك عمود هنا اهو، عندك العمود بتاعك ده اهو، ده كام 30 في 50، انت عايزه 30 في 70. تعمل ايه؟ امر استرتش. ما لازمته استرتش بتاعنا؟ فين الجزء اللي انت عايز تطوله؟ هقول لك عايزك تطول لي الجزء ده. انتر. البيز بوينت من انهي حته؟ لان انا همشي مسافه انا عارفها. اقول له افقي كام؟ 1 من 10. بقى كام؟ تيجي تقيس دايمنشن لينير، بدل ما كان 30 في 50 بقى كام 30 في كام في 60. وطبعا هتكلم على الدايمنشن دلوقتي. عايز اخليه 30 في 70، اقول له استرتش فين اهو. انتر. بيز بوينت في اي حته، وراح جاي لي 1 من 10 انتر. يروح جاي يعمله لي كام 30 في كام 30 في 70. وهنتكلم على الدايمنشن قلنا في التفصيل دلوقتي، تقلقوش يعني ان شاء الله. ادي 30 في كام في 70. وصلت الفكره؟ تمام. وهكذا افضل امشي اطبق الفكره بتاعتي دي. هي عمود واحد نموذج بعمله في الجنب، واعمل له روتيت وكوبي، اعمل له نسخه كمان، وافضل ايه امشي بيهم على كل ايه على كل الاعمده بتاعتي الموجوده. وهكذا مع باقي الاعمده. كده الحمد لله نكون انتهينا من الأعمدة بتاعتي الموجودة عندي. كده الحمد لله. فاضل ايه؟ فاضل عندي قبل ما اقول حاجة كمان مهمة. في الهاتش يا جماعة، الهاتش لازم نكون مختارين ايه اسوسييتيف، عشان ايه يفضل الهاتش دايما ملتصق بال بالمستطيل اللي عندنا، بحيث ان انا مكبر او اصغر زي ستريتش ما احنا شفنا، يفضل الهاتش لازق فيه. كريت سيبريت هاتشز عشان ايه كل الاعمده الموجوده عندي لو بصينا كده، اضغط على الهاتش ده بص لوحده، اضغط على الهاتش ده لوحده، كل حاجه لوحدها. لان لو ما كنتش عامل كريت سيبريت هاتشز، ما كنتش عامل جنبها علامه رايت، كان زمان ايه كل الهاتش ده لو ضغطت ضغطه واحده يعلمني على كل الهاتش الموجوده في اللوحه. لو جيت امسح واحد بس منهم او اي عمود منهم هيمسح لي كل اللوحه. فناخد بالنا من الحاجتين دول مهمين قوي. فكده الحمد لله كده ايه قدرنا نرسم الاعمده. فاضل عندي ايه ارسم الولز. ممكن الناس لو متضايقه من السنتر لاين تكبره عادي، نكبره تاني. نخش على البروبرتيز، نخش نخليه بدل ما 1 من 100 نخليه 5 من 100 مثلا. اوكي. ما عجبش اكتر نخليه 8 من 100. اوكي. واضحة. تمام كده تمام. ابدا بقى دلوقتي انا عايز ارسم ايه، عايز ارسم الوولز. راح جاي مختار الحيطان بتاعتي الوولز، واقول له ايه، واقول له ابدا ارسم. بنرسم الوولز بايه؟ الناس ترجع برضو الفيديو بالمالتي لاين لان شرحينه في بدايه الفيديو الاولاني بالتفصيل. اقول له سكيل، السكيل بتاعك الحيطه بتاعتي 12 من 100. واقول له جاستيفيكيشن عايز تمسك منين؟ من الزيرو. وابدا امشي على اللوحه بتاعتي ارسم في ثواني الحيطان الموجوده عندي. ما انساش يا جماعه المالتي لاين ما ينفعش تعمل عليه اي تعديل، عشان كده لازم ارسم كل الحيطان الموجوده عندي في البدايه خالص في اللوحه. لازم ارسم ايه كل الحيطان الموجوده عندي في اللوحه الاول قبل ما ابدا تكون كل الحيطان مرسومه. عشان خاطر بعمل ايه برجع اروح جاي مفجر المالتي لاين بحيث ان انا اقدر اعمل اي تعديل انا عايزه موجود عليها. هنشوف دلوقتي كمان. وكمان الناس تتاكد من الرايت كليك، ان يكون عندهم في اليوزر بيرفورمانس لازم تتاكد من كده. تخش على اليوزر رايت كليك، تكون مشغله الاختيار الاولاني هنا، وتكون مشغله ريبيت، وشرحنا بالتفصيل كل القائمه دي شرحنا بالتفصيل. فالناس مؤقت تخلي ده كده وريبيت كده عشان خاطر تعرف ايه تضغط رايت كليك جيب اخر امر، رايت كليك تخرج من الامر. ماشي. يروح جاي ضغط كده وراح جاي لحد هنا، عايز اخرج من الامر ضغط كليك يمين، عايز ارجع الامر تاني كليك يمين، راح جاي مرجعني له تاني. سهوله يعني في التعامل. نبدأ نشوف. نيجي عند حتة زي دي كده مثلا، موجود ايه موجود الحيطة عندي من هنا نازلة تحت كام، عايزين نشوفها نازلة تحت كام. نيجي هنا نقيس. طب انا بقيس لحد فين؟ هقول له دايمنشن لينير، هيجي من هنا لحد هنا كام 37 من 100. 37 من 100 ماشي. باجي هنا لحد هنا
اقول له كام؟ اقول له كام؟ 37%. الناس ممكن تشغل القرص عشان تريح دماغ خالص. اقول له كام؟ 37%. انتر. وراح جاي واصل لي لحد هنا. محتاج كمان كام لتحت؟ اقول له كمان 6%، اللي هو ايه، نص الحيطه، عشان ايه، السنتر لاين بتاعنا. تمام كده. نخش. لو عايزين نتاكد اكتر نيجي هنا اقول له ايه، دايمنشن لينير، اختار من هنا دايمنشن لينير، اختار من هنا لحد هنا. طلع كام؟ 49%. اجي نفس الفكره هنا اقول له دايمنشن لينير، اقول له من هنا لحد هنا. طلع كام؟ 4/10. ازاي؟ لينير، اقول له دايمنشن لينير من هنا لحد القطعة هنا كام؟ 37%. تمام. لو جينا بصينا المفروض هنا برضه نفس الفكرة. اختار ده ام ال انتر، اختار من النقطة دي هنا لحد تحت 37%. انتر. عمل لي كام؟ 37%. فاضل لي بس الدخلة كمان اللي هي اللي تحت دي اللي هي كام؟ 12%. انتر. اجي اقيس بقى دايمنشن لينير كام؟ 49%. وصلت يا جماعة؟ تمام. يبقى بروح جاي اريح دماغي، اروح جاي راسم مالتي لاين اللي انت راح جاي ضاغط من هنا اقول له عليه 37%. فاضل لي فاضل لي عرض اللوحه الحيطه بتاعتي اللي هو كام؟ 12%. انتر. راح جاي داخل يمين بتاعي. اللي انتر مالتي لاين منين؟ اقول له من هنا تحت كام؟ علامه 37%. انتر. وصلت لحد 37%. اروح جاي له علامه 12% كمان. انتر. راح جاي داخل. واصل بيها هنا الحيطه لحد فين؟ واصل بالحيطه لحد العمود التاني. اكمل الحيطان بتاعتي عادي خالص، منتهى السهوله. طب نبص ايه، نبص على حاجه زي اللي جوه هنا. المنور ده نبص على مسافه كام؟ اقول له دايمنشن لينير، اقول له منين؟ هقول له ده كام لحد هنا؟ متر كام و2%. متر وكام؟ 2%. فانا عايز ارسم على بعد متر 2%، واضيف كمان 12% عشان الجزء ده بتاع الحيطه 12%. يبقى كام؟ متر و2%. متر وكام؟ و8%. بعملها الحكايه دي ازاي يا جماعه؟ اروح جاي اقول له هنا مالتي لاين، اقول له ام ال انتر مالتي لاين، شيفت كليك يمين فروم منين؟ من النقطه دي. كام بقى؟ انا عايز اروح جاي له شيفت ات، همشي كام في الاكس؟ صفر في الاكس. همشي كام في الواي تحت؟ يبقى سالب 1.8 انتر. وراح جاي ايه؟ منفذ لي الامر بتاعي. اقول له ام ال انتر مالتي لاين انتر. النقطه بتاعتك فين؟ شيفت كليك يمين فروم منين؟ من النقطه دي. كام؟ اقول له شيفت ات صفر في الاكس وكام؟ سالب كام؟ 1.8 في الواي. انتر. راح جاي ينفذ لي على طول الامر بتاعي. هخش جوه كام؟ ابدا اقيس هنا. هخش جوه كام؟ اقول له دايمنشن لينير، اشوفه هو ايه، عامل ابعاده كام جوه. من هنا كده لحد كام؟ 2.6. يبقى اجي هنا راح جاي قايل له جوه 2.6. انتر. نفذ لي الامر بتاعي. منتهى السهوله. وراح جاي طالع هنا موجود فين لحد فين؟ هيكمل لحد فوق. انتر. خلاص كمل لحد فوق. هيخش شمال ولا طبعا اقول له يو انتر. ما وقفش افق بالظبط. ممكن اروح جاي مشغل اورسو واختار. بعد كده اروح جاي راجع اقول له هنا في عندك كمان حيطه هنا اهي. انتر. في تحت هنا حيطه. في حيطه. ممكن اعملها ازاي الحيطه دي يا جماعه؟ اروح جاي مختار بدل ما اقول له ايه السنتر لاين، راح جاي له شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينتس. فين التو بوينتس؟ اقول له ده ودي. وراح جاي معمل لي الحيطه بتاعتي وراح جاي راسم. ادي طريقه. في طريقه تانية. راح جاي له ايه، مالتي لاين، اقول له جاستيفيكيشن امسكه لي منين؟ من البوتوم. وراح جاي ماسك لي الخط بتاعي من البوتوم من هنا وراح جاي رايح لحد هنا. وصلت؟ ادي طريقه. كل الطرق ايه متاحه. تمام كده. اروح جاي داخل اللي هو كام؟ اقول له 6 من 100. واروح جاي داخل لحد فوق، اطلع لحد فوق. يو انتر. تمام. فاضل عندي ايه تاني؟ فاضل بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفكره دي كنت عايز اقولها. هي كل الطرق بقى بعد كده نفس الفكره. اجي من هنا اروح جاي شايف اقول له مالتي لاين الجاستيفيكيشن بتاعك، اروح جاي ماسكه من الزيرو تاني. واروح جاي داخل في عند اي حيطه من هنا لهنا.
بسرعة جدا بنخلص الرسمة بتاعتنا. الحمام مثلا، عايزين نشوف الحمام. انا برسم الحاجات بس المهمة عشان ايه هكمل بعدين. من هنا، من هنا لحد هنا. في عندي هنا في انتر مالتي لاين تاني. اقول له اخترق من هنا، انزل بيك رأسي لحد هنا. تمام كده تمام. في عندي نبص بقى على الحمام بتاعي. بص كده، في عندي خط كده مسافته قد ايه، اروح جاي له دايمنشن لينير. من اللي فين، من هنا لحد هنا. لحد هنا كام؟ 2 علامة 32 من 100. 32 من 100. وانا ببقى عايز انزل من هنا، عايز امسكه من النص من الحتة ده اهي. فايه اروح جاي 32 من 100 اضيف عليها كام؟ اضيف عليها كام؟ 6 من 100 عشان يمسك لي من نص الحيطه. ما انا يا جماعه بص كده، خط المالتي لاين ده بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن خط وادي خط. انا بمسك منين؟ قايل له من الزيرو، يعني ماسكه من النص. فانا رحت جاي قايس من هنا لحد هنا 32 من 100. فانا همسك الخط اصلا من الزيرو من هنا، هيمسكوا لي من هنا. ففاضل لي كام؟ فاضل لي بقى 6 من 100 كمان اضيفهم، يبقى 32 من 100 و6 من 100 يبقى 2 كام؟ 2 38 من 100. يبقى راح جاي قايل له ام ال انتر، اقول له شيفت كليك يمين فروم، امسك النقطه بتاعتي اقول له كام؟ شيفت ات صفر في الاكس وسالب 2 علامه و8 وكام وقلنا كام؟ 32 من 100 و6 2 علامه و38 من 100. انتر، يروح جاي ماسك لي الشكل بتاعي في ثواني. بعمل بخلص الاشكال بتاعتي اهو. نفس الفكره، نفس ايه الفكره. اروح جاي هنا نفس الفكره برضو، اقيس برضو اقول له دايمنشن لينير. لو انا هقول له منين؟ من النقطه دي يا سيدي، من النقطه دي عندك، من النقطه دي لحد فين؟ لحد النقطه دي كام؟ علامة 91 من 100 و6 من 100 يبقى كام؟ 91 من 100 و6 من 100 يبقى 97 من 100. يروح جاي قايل له ام ال انتر مالتي لاين. راح جاي قايل له شيفت كليك يمين فروم منين؟ من النقطة دي كام؟ اقول له في الاكس كام؟ اقول له شيفت ات في الاكس بقى واحد علامة. هي كانت 91، لا يبقى 97 من 100. وكام في الواي؟ وزيرو في الواي. انتر، راح جاي منفذ لي الامر. معلش عملت اتنين انتر. شيفت رايت كليك فروم، فروم منين؟ من النقطة دي. شيفت 8 في الاكس كام؟ واحد علامة 97 من 100. وكام في الواي؟ وزيرو في الواي. راح جاي راسم لي في ثواني الحيطة ايه بتاعتي. موجودة لحد فين الحيطة دي؟ ابدأ اشوف. موجودة لحد تحت هنا، نازل بيها لحد تحت. واحنا غلطانين في مكان العمود ولا ايه؟ اقول له تاني دايمنشن لينير، ابدأ اقيس المسافة من جوه لجوه. كام هي؟ 33 من 100. تمام. طب ما انا ممكن اريح دماغي واقيسها ايه من تحت افضل. اقول له دايمنشن لينير، اقيس المسافه بتاعتي من هنا لحد هنا كام؟ واحد علامه 19 من 100. واحد و19 من 100. يبقى اجي من هنا اقول له مالتي لاين، اختار النقطه مالتي لاين. معرفتش امسكها كده، اروح جاي قايل له ايه الطب بتاعي، وراح جاي ماسك ايه من فوق بوتوم. معلش ستايل او جاستيفيكيشن بوتوم. وراح جاي مختار ما همشي من اليمين للشمال، واقول له واحد علامه و19 من 100. وراح جاي منفذ لي الامر بتاعي. واحد علامة كام؟ 19 واطلع بيه فوق لحد مسافة كويسة كده معقولة. تمام كده تمام. وابدا اروح جاي ايه، اروح جاي اعمل اللاين بتاعي امر لاين اقفله بس كده. وارجع مالتي لاين تاني اقول له مالتي لاين ام ال انتر، اختار الجستيفيكيشن بتاعي. ماسك تمسكه منين؟ هقول له مثلا من النقطة دي، واطلع بقى لحد فوق هنا. في ثواني بخلص الرسمة هي بتاعتي الموجودة عندي. وهكذا مع باقي الحيطان الموجوده في الشكل عندي. احنا فهمنا الفكره خلاص. انا اهم حاجه ركزت على ايه الحاجات المهمه اللي كانت هنا عشان ايه افهمكم ازاي تعمل ايه شيفت فروم وتخلص في ثواني. هنكمل بقى اللوحه بتاعتنا مع نفسنا دلوقتي. كده يا جماعه اتاكدت ان انا ايه عملت كل الحيطان الموجوده عندي في الشكل. لازم اكون متاكد. وبعد كده اعمل التعديلات كلها الموجوده عندي في الحيطه. وبعد كده اعمل ايه؟ وبعد كده ابقى اعمل له اكسبلود زي ما هنفهم دلوقتي هنعمل اكسبلود بسرعه ازاي. بعمل التعديلات، اضغط دبل كليك عليها كده وايه واقول له اوبن تي، اختار الرجل. وبعد كده ايه هكذا اختار الرجل. بعد كده اختار الشكل. علقت معايا، اروح جاي اضغط دبل كليك تاني عليها، واقول له اوبن تي، اختار الشكل بتاع الرجل. بعد كده ايه الشكل. فين هنا تاني؟ ادي الرجل.
لو بشوف كل المفتحين عندي هنا. في هنا ايه تاني؟ في فوق عندي في الحمام هنا. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا موجود. في ايه تاني عايزين نفتحه؟ في اي حاجة تاني؟ اعتقد كده مفيش اي حاجة تاني. مفيش غير الجزء ده اللي عايزين بس ايه نعمل لها كروس. فراح جاي ضغط دبل كليك كده، واقول له ايه اوبن تي، اختار الرجل كده الشكل، افعلها طبعا. لو مرضيش يعمل يا جماعه اعمل ايه؟ اقول له تي ار انتر انتر. بص كده، لما اجي اعمل تي ار انتر انتر اللي هيحصل ما بيرضاش، لانه ايه او بص بيعمل العكس. فانا ايه اي حاجه تعلق معايا زي كده اسيبها دلوقتي وهنعملها ايه ترم دلوقتي. طب انا دلوقتي عايز افجر الايه المالتي لاين عشان اقدر اعمل اي تعديلات انا عايزها عليه. فبعمل ايه؟ اروح جاي في حاجه عندي بقى مهمه بقى اللي انا كنت عايز اقولها. هخش على فورمات، حاجه اسمها لاير تولز، في حاجه اسمها ايه لاير ايزوليت. فورمات لاير تول لاير ايزوليت. او اروح جاي ضغط دبل كليك هنا، اقفل دي الاول كده. اروح جاي ضغط دبل كليك، اضغط هنا كليك يمين هنا، واقول له ايه اقول له لاير 2 يظهر لي الشاشه بتاع لاير 2. اقول له حاجه اسمها ايه لاير ايزوليت. الناس اول مره هتشتغل فيها لازم تضغط على سيتنجز اول مره، تختار اوف واوف عشان ايه تشتغل معاها. واروح جاي رايح على الشكل، واروح جاي ضغط هنا ضغط على الشكل والدكيل انتر يشيل لي كل حاجه ما عدا ايه ما عدا ايه المالتي لاين. اروح جاي محدده كله، اقول له اكس انتر عشان ارجع اي حاجه تانية، اقول له لاير بريفيوس يرجع لي كل حاجه تاني. اجي ابص هنا الاقيها عباره عن ايه خطوط، كل حاجه خط لوحدها. ابدا اعمل بقى التعديلات اللي انا عايزها. اجي على حاجه زي كده اقول له ايه تي ار انتر انتر واختار واقطع براحتي. تمام. يبقى ايه تي ار انتر انتر، ابدا اقطع واعمل اللي انا عايزه في ثواني. دي ما رضيتش ليه؟ دي تلاقي عباره عن خط لوحدها اهو، خط لوحدها. ايه تاني عايزين بقى ايه نعمل لو في هنا تحت هنا اقول له تي ار انتر انتر راح جاي ايه اقطع دي. في هنا الناحيه التانيه لا فيش. تمام. فاضل ايه عندنا بقى تاني؟ نبدا نبص كده. كده انا عملت الحيطان. خلاص خلصت كده الحمد لله. فاضل لنا ايه البلوكات الموجوده جوه الشكل. البلوكات الموجوده جوه الشكل، اعمل بقى البلوكات اللي عندي دي ازاي يا جماعه؟ بلوكات مبدئيا انا ممكن اجي على لوحه زي اللي قدامي دي كده، اروح جاي هلاقي عندي سراير ولا عندك كل ده، اروح جاي واخدها من اللوحه نفسها. يعني ايه؟ يعني اروح جاي واخد بلوكات من اللوحه دي نفسها الموجوده واحطها واستخدمها عندي. طريقه تانية ممكن انا احمل من على النت، الناس كلها تخش على جوجل وتحمل بلوكات. يعني انا محمل مثلا عندي على الجهاز هنا اهو بلوكات، بخش بقول بكتب على جوجل بلوكات يروح جاي ايه على طول نزل لي بلوكات اهي، تبقى بصيغه دي دبليو جي عادي خالص متنزل. طب استخدمها ازاي البلوكات دي؟ اروح جاي داخل على الرسمه بتاعتي عادي خالص، اروح جاي قايل له ايه اضغط هنا ما انساش، اروح جاي اضغط على اللوحه اللي انا شغال فيها، واروح جاي قايل له ديزاين سنتر. فين ديزاين سنتر دي؟ موجوده هنا اهي العلامه بتاعتها هنا اهي، يظهروا لي اهو. طبعا هيظهر لك كده قدامك كده بالشكل اللي قدامك ده كده. او اقول له تول باليتس اختار له ايه ديزاين سنتر، بدا يظهر لي الديزاين سنتر اللي قدامي ده كده. طبعا اروح جاي ضغط كليك يمين هنا اقول له ايه انكر ليفت عشان يخليه في الشمال هنا. اروح جاي ضغط على الملف اللي قدامي هنا كده، اشوف انا حاطط البلوكات بتاعتي فين. انا حاطط البلوكات بتاعتي في الكورس اللي انا شغال فيه، اقول له بلوك واقول له ايه ابدا اشوف البلوكات اللي انا عايز. اضغط هنا كده يظهر لي كل حاجه، واروح جاي قايل له ايه بلوكس، واروح جاي مختار شكل البلوك اللي انا عايزه. عندي بواي وعندي كل حاجه اهي، بحمل من على النت اكبر قدر من البلوكات وابدا ايه انزل اللي انا عايزه. اهي عندي في حاجات الخاصه بالحمام اهو، ممكن الدبليو سي او السبيسيفاي اون سكرين. وشرحنا الكلام ده في ايه بالتفصيل، موجود فين؟ شرحناه في البلوكات. مثلا جينا هنا عايز احط هنا الشكل بتاعي واعمل له سكيل اكبره اهو، اكبر زي ما انا عايز واعمل له روتيشن زي ما انا عايز، كنترول زد لو ايه علشان ارجعه تاني. اروح جاي داخل اقول له ايه ديزاين سنتر، اختار التويت اللي انا عايزه او اضغط عليه دبل كليك واقول له ايه اوكي. اجي في الحته هنا في الحمام، هو هيحط هنا في الحمام، اضغط هنا وابدا ايه اكبر زي ما انا عايز. تمام كده. واروح جاي لافف في الزاويه اللي انا عايز اهو، اضغط راسي اوكي حطيت الحمام بتاعي. اضغط عليه ضغطه واحده اتعلم كله، احطه في المكان اللي انا عايزه. وصلت كده يا جماعه؟ ادي اول بلوك. عندي فيه بلوكات تانية، اروح جاي اضغط هنا اختار البلوك التاني اللي انا عايزه. عندي فيه كمان واحد هنا اهو الشكل اللي انا عايزه تاني. عندي ايه عايز بلوك كمان تاني في مثلا آه، اهو اقول له اوكي. كل البلوكات عندي اللي انا عايز استخدم اضغط واروح جاي مكبر السكيل وايه اشوف انا عايز اعمل روتيت بزاويه كام، واروح جاي واخده واروح جاي حاطه في المكان اللي انا عايزه. تمام كده تمام. ده بالنسبه للحمام. طب هكذا
طب بالنسبه للبلوكات الموجوده، انت قايل لي لسه قايل لي دلوقتي، طب انا عندي بلوكات زي اللي هو مستخدمها دي، بعرف منين البلوك يا جماعه؟ بص كده، كتله على بعضها، اضغط ضغطه واحده الاقي كتله على بعضها. غير ده كده مش عامله بلوك ليه؟ كل حاجه لوحدها. اما هنا ضغطه في اي مكان كل حاجه على بعضها. وما انساش ايه، راجع حاططهم فين؟ في لير ايه؟ بلوكات. ما انساش دي لير بلوكات. اجي هنا على الشكل اللي قدامي اللي احنا قلنا عليه ده كده، عايز احفظ اخد البلوكات الموجوده فيه. اعمل الحكايه دي ازاي؟ حاجه اسمها رايت بلوك اللي احنا قلنا عليها، دبليو انتر، اسمها رايت بلوك. طبعا انا عايز كل الرسمه اللي قدامي، لو قلت له الانتاير درونج، بستفاد لما اقول له انتاير درونج يا جماعه؟ لما اقول له انتاير درونج بياخد اي ستايل هو عاملها في الطباعه. يعني هو مثلا هيطبع بستايل معين في الطباعه بياخده لي، هعمل ستايل مثلا في الابعاد معين بياخده لي، تكست كل حاجه بياخدها لي. البلوكات وهنشوف دلوقتي. هيقول لي عايز تحفظه فين؟ اروح ضغط المكان هنا اقول له عايز على الديسكتوب مثلا، اسمه ايه؟ نيو بلوك، اقول له سيف، او عايز اغير الاسم اقول له ايه؟ اوكي. اجي بقى هنا في اللوحه بتاعتي اروح جاي له برده ديزاين سنتر، اروح جاي فاتح الديزاين سنتر بتاعي، اضغط ضغطه واحده اقول له ايه؟ افتح الملف بتاعك. موجود فين على الديسكتوب يا سيدي؟ اسمه ايه؟ اسمه نيو بلوك. اضغط عليه يجيب لي كل حاجه. ايه بقى اللي انا بقول لك عليه؟ بياخد لي من اللوحه بتاعته اي ستايل هو عامله. يعني احنا دلوقتي في الدايمنشن، احنا بنتكلم على الدايمنشن، اقول لك تعمله ازاي، واقول لك ممكن تسرقه ازاي من اي لوحه. اللايرز اللي هو عاملها ممكن اقول لك تسرق ازاي اللايرز اللي عايزها، ليه اوتس، لاين تايب، كل حاجه بتاخدها انت عايز. البلوكات اللي هو عاملها تروح جاي ضغط ضغطه واحده تفتح البلوكات اهي. دي كل البلوكات اللي هو عاملها. مثلا اهو حاطط فرن في المطبخ، طبعا ممكن اشيل السكيل دي او اخليها، لو انا عايز اكبر سكيل او اصغره. روتيشن اشيلها، ما يعمليش روتيشن، اضغط يعمل لي روتيشن. سبيسيفاي سكرين عشان احدد له النقطه اللي هيقع فيها، اروح جاي له اوكي. نبقى نيجي نبص بقى. اجي ابص على الرسمه بتاعتي فين المطبخ بتاعي؟ ادي المطبخ. ادي بيقول لي فين اول نقطه اللي هي سبيسيفاي سكرين، اختار النقطه اللي انا عايزه فيها. تاني نقطه السكيل، بيقول لي انت عايز السكيل قد ايه. تمام كده فهمناها كل الخطوات. تالت نقطه بيقول لي انت عايز الروتيشن انجل كام، اروح جاي مختار الشكل اللي انا عايزه. تمام. اروح جاي مختار من هنا، اروح جاي حاططها في اي مكان انا عايزه. واخش تاني بلوك، اخش تاني ديزاين سنتر. حاجه ايه تاني؟ حاجه زي ايه اللي هو حاططها؟ فور. يبقى فهمنا السبيسيفاي سكرين عشان اختار النقطه، سكيل عشان اكبر واصغر براحتي، سبيسيفاي روتيشن عشان اي اعمل له دوران زي ما انا عايز. اجي هنا احطها فين مكان ما هو حاططها، مثلا هنا اختار اي نقطه، اكبر اصغر زي ما انا عايز. الروتيشن انجل بتاعتي عجباني كده، اوكي. اروح جاي مختاره، وراح جاي مختار من هنا، اروح جاي حاطط الشكل بتاعي. وصلت كده يا جماعه؟ اتفهمت؟ تاني، لو انا عايز اكبر السكيل ما عجبنيش، اخش هنا اختار الشكل بتاعي تاني، ديزاين سنتر، اختار الشكل بتاع دبل كليك، اقول له ايه؟ اقول له اوكي. اجي هنا، اجي اروح جاي مختار نقطه، اكبر زي ما انا عايز، اكبر اهو. عجبني الروتيشن انجل، عجباني، اختار الشكل، اروح جاي ايه؟ منزله في اي نقطه انا عايز هنا مثلا. تمام كده؟ تمام. فاضل عندي اوض النوم. راح جاي برضو اقول له هنا، اروح جاي ضغط في السراير اللي هو حاططها مستخدمه اهو. ادي السرير بتاعه اللي هو مستخدمه. اجي هنا اروح جاي مختار نقطه، اقول له ايه؟ اكبر ولا اصغر؟ اكبر براحتي. روتيشن انجل بتاعتي زي ما انا عايز اهو. عايز تدوره بزاويه كام؟ اروح جاي ضغط دوره بزاويه كام، انتر. اروح جاي مختاره، اروح جاي مختار من نقطه، اروح جاي حاطط السرير بتاعي مكان ما انا عايز. ما عجبنيش السكيل طبعا كبير، باين عليه كبير، اروح جاي قايل له ايه؟ اضغط هنا، ممكن اخليها بولر عشان يبقى عندي حريه في السكيل شويه. اختار الشكل، اقول له اوكي في الدوران قصدي، اقول له اختار النقطه، اكبر كده حلو. الزاويه بتاعتي اخليها كده حلو. اختار الشكل اهو. في ثواني عملت البلوكات بتاعتي اللي هو عايز اصغر، ممكن اقول له اس سي انتر سكيل نفسها، واقول له فين البيز بوينت، اختار البيز بوينت مثلا اي مكان هنا، واقول له كام، وليكن النص. واروح جاي واخده كده، واروح جاي ماسكه من هنا، احطه هنا، اكبر. منتهى السهوله في التعامل. هكذا باقي البلوكات. يبقى عرفنا ازاي يا جماعه اقدر اخد بلوكات من الرسمه، اخد ازاي بلوكات من الرسمه بتاعتي الموجوده عندي. عرفنا فهمنا ازاي، فهمناه ازاي. او ايه تاني؟ او ان انا اعمل ايه؟ يبقى انا او ان انا اروح جاي فاتح على النت وايه، وانزل البلوكات اللي انا عايزها. عندي كل الاشكال اهو. ده اللي هو عامله هنا في الجنب، اقول له اوكي. اختار النقطه، اكبر اهو. اكبر، اعمل له الروتيشن انجل بتاعتنا، اروح جاي مختاره. اختار البيز بوينت فين، اروح جاي ايه؟ حاطط في المكان اللي انا عايزه. اي حاجه انا عايز اعملها في ثواني. عايز كمان واحد منه، اروح جاي واخد منه كوبي نسخه كده اهو. اروح جاي اعمل لها ايه؟ روتيت، ار او انتر، روتيت بيز بوينت مكان ما هو ماسكها. بيز بوينت اروح جاي لفه، اعمل له ايه؟ الروتيت بتاعه. اروح جاي واخده البيز بوينت بتاعته، لو انا عايز الفه تاني هكذا. يعني اعمل له روتيت تاني، روتيت، اختار الشكل، انتر. عند النقطه اروح جاي لافف الشكل زي ما انا عايز. اروح جاي واخده من هنا، امسكه، اروح جاي حاطه هنا. وصلت؟ طريقه تانية ممكن نعمل ايه؟
اروح جاي اعمل ايه طريقه تانية يا جماعه. اقول له ايه، اختار الشكل واقول له ايه، ام اي ميرور. ميرور فين هقول له شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينتس. بين انهي نقطتين؟ بين النقطتين اللي انت موجود عليهم يا سيدي. ادي المحور ده وادي المحور ده. انتر واروح جاي ايه، منازل افقي. اختار اللي عايز تمسح الاصل اقول له طبعا نو، واروح جاي حاطط الشكل بتاعي. منتهى السهوله في الاستخدام. عايز اقلل السكيل بتاعهم الاثنين اختارهم، اختار ده واختار ده، واقول له ايه مش عاجبني السكيل، اقول له اختارك واختارك، واقول له ايه اس سي انتر سكيل كام، اقول له كام وليكن 75%. ما اخترتش البيز بوينت معلش. اس سي انتر بيز بوينت فين يا سيدي؟ من منتصف، من النص هنا. عايز كام؟ هقول له كام 75%. راح جاي مقللهم وصلت. وراح جاي مختاره كده، وراح جاي ماسك من هنا وهنا، امسك من هنا اخينا ده برضو، امسك كده من هنا، راح جاي حاطه مكانه هنا. وصلت. وهكذا مع باقي البلوكات. نيجي بقى يا جماعه على حاجه زي اللي في النص هنا دي كده مثلا. حاجه زي اللي في النص دي، افرض انا هي دلوقتي مش بلوك وانا عايز اخدها، اعمل ايه؟ انا جاي محددها كلها بمنتهى السهوله كده اهو. احدد عليها كلها، كلها ما انساش كله يكون متحدد هنا كله اهو الخطوط. اعمل تحديد عليها كلها كده اهو. اتاكدت اروح جاي له ايه، اديت، اقول له ايه كوبي ويز بيز بوينت. في البيز بوينت يا سيدي اقول له مثلا وليكن البيز بوينت ده اهي. اجي بقى على الملف بتاعي اقول له ايه، اديت، اقول له ايه بيست. فين عايز تنزله فين؟ هقول لك عايزك تنزله ليه. ثواني. حاجه زي الشكل اللي تحت هنا ده كده مش عامله بلوك اهو. راح جاي محدده برده كله اهو. الاركات ممكن ارسمه انا، هو عباره عن دواير واعمل لها اوفست. ممكن ارسمه بس لو انا مش فاضي بقى، لو انا عايز اخد على طول الشكل على طول عجبني وعايز اخد على طول كوبي، اقول له ايه اديت كوبي وايه ويز بيز بوينت. في البيز بوينت يا سيدي اهي. اجي على الشكل هنا اقول له ايه اديت، اقول له ايه بيست اهو. ابدا ايه اعمل كل اللي انا عايزه. عايز اخليها الناحيه التانيه شويه اي حاجه احددها كلها، اقول له ايه موف منين، من هنا مثلا لحد هنا. اي حاجه انا عايز اعملها خلاص وصلت. اي حاجه عايز اخدها من الشكل هنا قلنا خلاص هنعرف ناخدها ايه ازاي. جينا لمرحله كمان مهم الا وهي ايه، الابواب الموجوده عندي، الابواب والشبابيك. انا عندي كذا طريقه. في طريقه يا جماعه نبدا نتكلم عليهم واحده واحده. في طريقه اسمها الديناميك بلوك، وهنتكلم على كل الطرق اللي شغاله. في حاجه اسمها الديناميك بلوك، لو جيت رحت جاي هنا بصيت حاجه اسمها تول باليتس، شايفين العلامه دي؟ اضغط عليها يفتح لي شاشه. اروح جاي قافل، ممكن اروح جاي له من تول باليتس، تول اسمها ايه، اسمها تول باليتس اهي. تول باليتس يفتحها لي. ابدا ابص مثلا لو جبت حاجه زي الدور ده كده ورحت جاي على الناحيه دي كده ورحت جاي حاطه. ده باب عندي اهو. عايز اعمل كل التعديلات اللي انا عايزه. بيفيدني في الدايناميك بلوك سهوله في التعامل ومرونه في التعامل. بص كده لو ضغطت عليه كده، انا الباب ده مش عاجبني كده، لو بصيت على الباب الاقي 90 درجه، اقول له ولا يهمك، اضغط كده ضغطه اوبن 90، اعمله لي باب ب 90 درجه. حطيت فين البيز بوينت بتاعتك يا سيدي؟ لما اجي اختار هنشوف دلوقتي، ممكن اروح جاي محدده واختار انا البيز بوينت دلوقتي. الشكل بتاعي مش عاجبني كده، عايز اقلبه اهو، اروح جاي ضغطه واحده اقلبه الناحيه التانيه. عايزه لتحت، عايزه لفوق تاني، عايزه شمال يمين. منتهى المرونه في التعامل مع ايه البلوكات. ممكن اروح جاي مختار بلوك تاني اهو. بص كده وانا جاي انزل البيز بوينت بتاعتك يا سيدي، اقول لا انا عايز البيز بوينت، عايز البيز بوينت تمسكوني من هنا، من هنا. اروح جاي امسك، اروح جاي احطه في اي مكان انا عايز. مثلا عايزك تحطه لي هنا، اروح جاي اضغط عليه. عايزك تفتحه لي بزاويه 90 درجه، مرونه. عايزك تحط لي فوق تحت شمال يمين. مرونه جدا في التعامل مع ايه البلوكات. ادي اول طريقه عندي اسمها ايه دايناميك بلوك. الناس اللي حابه الطريقه دي هي بتسرع جدا جدا. وادي حتى لو عندي شباك حتى ده ينفع في الاليفيجن اختاره كده. بص كده اكبر اصغر اعمل كل اللي انا عايزه. تمام كده تمام. طب لو بصينا زي الباب اللي فات ده، لو قلت لي ابعاده كام هقول لك دايمنشن، هيطلع لك ايه؟ بيطلع ب 80 بيتهيألي، بيطلع 70 او 80 كام، متر 20. اروح جاي رايح عليه كده، اخش عليه كده، اروح جاي مختاره من هنا. عايزه 90 انا صح، يبقى اقول له كام، قلله لي كام، 1 12 من 100 مثلا، انتر. اجي اقيس يطلع لي كام، اقول له دايمنشن لينير، اجي اقيسه يطلع لي كام، 91. يعني فرق بسيط جدا، ما فرقتش يعني. ماشي انتر. يبقى عرفنا ازاي اقدر استخدم الديناميك بلوك. طب طريقه ثانيه ان انا اروح جاي راسم الباب اصلا عندي، اروح جاي قايل له ايه امر لاين، لاين ارسم الباب بتاعي كام، وليكن باب الداخلي 80 كلهم 80، واقول له ايه ارك درو. طبعا انا ببص في الجنب ما بتكلمش على اساس ايه، بتكلم على اساس الجنب. هنا اقول له تول ايزوليت اند ايزوليشن اند اوبجكت ايزوليشن، اروح جاي باصص على الابعاد. هو طبعا المعماري بيحط كل الابعاد اللي هيستخدمها، اذا كانت شبابيك او بواب او كده.
ابدا ابص اهو، هيقول لي باب العماره 2 كذا، عرض 2 متر، باب مدخل الشقه، باب الغرف 90، باب الحمام والمطبخ كام 80. يبقى انا هنا اروح جاي اعمل ايه؟ اروح جاي اعمل له بلوكين. بلوكين اعمل ازاي؟ اعمل باب، اقول مثلا تقول تاني ايزوليت، ايزوليت اوبجكت. يبقى انا عندي مطبخ وحمام 80 والباقي كام 90. اجي هنا اروح جاي اقول له مثلا ده 9 من 10، اروح جاي له درو ارك ستارت وسنتر واند، ادي ستارت ادي سنتر ادي اند. عملت اول حاجه اسميه ايه ده؟ اقول له بلوك بي انتر. اسميه ايه؟ اندور، ان دور. عشان ايه؟ المطبخ والحاجات دي. فين البيز بوينت اللي انت هتمسكه منها؟ هقول لك امسكه لي من هنا. فين الاوبجكت اصلا؟ اقول له الاوبجكت اهو. الوحده اهم حاجه، الوحده عندي انا شغال بايه؟ بالميترز. فاقول له ايه؟ بالميترز. اقول له ايه؟ اوكي. عرفت اول بلوك عندي. ممكن اعمل كمان واحد كمان. اقول له مثلا ده كام 8 من 10 انتر. اقول له ايه؟ درو ارك ستارت وسنتر واند، ستارت سنتر اند. اروح جاي قايل له ايه؟ بي انتر. فين البيز بيج بوينت؟ اقول له البيج بوينت بتاعتك اهي يا سيدي. فين اصلا الاوبجكت؟ اقول له سيلكت اوبجكت، ادي الاوبجكت اهو. اهو انتر. اللوحدات بتاعتك بالمترز. اقول له ايه؟ اسميه مثلا ده 80 دور، باب 80. اوكي. اجي حاسس ان انا كتبت ال 80 في الاول مش 90. 80 عيب، انا فاكر. اروح جاي ماسح ده مثلا، واقول له بقى اعمل واحد جديد 90 وده برضو 80. بس انا فاكر ان انا لقيت الاتنين قريبين قد بعض، فايه حسيت ان انا غلطت وانا بدخل البعض. فاروح جاي اعمل كمان باب اخليه 90. اقول له 9 من 10 انتر. واقول له ايه؟ 9 من 10 انتر. اقول له ايه؟ درو ارك ستارت وسنتر واند، ادي ستارت سنتر اند. اروح جاي معرف بلوك جديد اسميه 90 دور. دور. فين البيج بوينت يا سيدي؟ اهو البيج بوينت اهي. فين الاوبجكت بتاعك؟ ادي الاوبجكت بتاعه. انتر. الوحدات بتاعتك بالمترز. اوكي. اجي بقى اروح جاي لي ايه هنا؟ ايه؟ انسيرت بلوك. فين البلوك انت عايز تدخله؟ لو انا عايز اعمل باب حمام زي اللي جوه ده، هقول له ايه؟ اقول له انا خلينا مثلا في باب اوضه نوم. اقول له كام باب اوضه النوم؟ كام 90. اقول له 90. اوكي. فين اوضه النوم اللي انا عايز احطها؟ ادي اوضه النوم بتاعي. احط الباب بتاعي في ثواني. يقول لي عايز تعمل سكيل كام؟ اوكي. عايز تعمل روتيشن انجل؟ هقول له ايه؟ نو. كده اقول له تي ار انتر انتر. تي ار انتر انتر. اختار ده اقطع بقى. ده ما اتقطعش ليه بقى؟ خط لوحده. اروح جاي محدده واقول له ايه؟ انتر. عملت الباب. نيجي على باب مثلا زي ايه؟ زي ايه تاني؟ في باب مثلا زي باب المطبخ اللي هنا ده كده. لا نمسك، انا بتكلم فيه في حاجه في دماغي بس عايزين نتكلم واحده واحدة. نيجي بقى زي باب زي في المطبخ هنا. ماشي. رحت او باب ايه؟ باب الحمام. باب ايه هنا؟ الباب الموجود عندي هنا ده كده، باب بتاع اوضه النوم هنا. ماشي. اروح جاي له برده انسيرت بلوك. باب كام 90. اقول له ايه؟ طبعا السكيل طبعا انا مش عايزه. ليه؟ لان انا خلاص انا محدد الباب 90، مش هكبر ولا اصغر. فاقول له ايه؟ اوكي. فين الباب اهو. اروح جاي مختار النقطه ويقول لي عايز تعمل روتيشن انجل. هقول له لا خليك بروتيشن انجل كده. طب انا عندي الباب طلع بالشكل اللي قدامي ده كده، انا عايز اقلبه. فاعمل له ايه؟ اقول له ميرور ام اي انتر. فين الشكل بتاعك يا سيدي؟ اهو. انتر اهو حوالين ده كده. انتر. راح جاي واخده منتهى السهوله في ثواني. راح جاي حاطه هنا. عملت ايه؟ الباب بتاعي. واعمل بعد كده ايه؟ تي ار انتر انتر. اقطع الزيادات في ثواني. تمام كده. طبعا احنا ما عملناش ايه العرض بتاع الباب، الناس اللي هتعمله براحتها في البلوك اللي هو ايه الدخله بتاع الباب. عندي باب حمام زي ده كده. هقول له ايه؟ انسيرت بلوك. فين باب كام؟ طبعا مش 90، هيبقى باب كام 80. اقول له ايه؟ اوكي. اروح جاي مختار الباب. اجي هنا في الحمام بتاعي. ادي الحمام. ادي اروح جاي وضع اظبط وضعيته الشكل اللي قدامي ده كده. كنترول زد. اروح جاي له انسيرت. ممكن على طول اروح جاي مره واحده. فين يا سيدي؟ اهو. فين الحمام؟ اهو. اروح جاي مختار النقطه. النقطه وليكن النقطه دي اهو. وابدا اعمل له ايه؟ روتيشن انجل بالزاويه اللي انا عايز. وبعد كده تي ار انتر انتر. اقطع زياداتي في ثواني. اي باب تاني اي اوضه. طب بالنسبه للشباك نعمل مثلا الشباك بقى. نعمل شباك كام في كام؟ نشوف الشباك ده كام في كام. دايمنشن لينير كام 12 من 100 في كام؟ في متر 10. يبقى راح جاي في اي جنب هنا. هنا واجي اعمل امر ريكتانجل. اختار اي نقطه اقول له كام شيفت ات كام يا جماعه 12 من 100 وعلامه متر ايه 10. انتر. عمل لي الشباك بتاعي وعمل خط في النص بس عشان رمز للشباك. اخده من هنا هنا. اوكي. بعد كده راح جاي مسميه ايه؟ بلوك. اسميه ويندو. ويندو. اختار بيج بوينت. هتمسك الشباك ده منين؟ هقول لكم من هنا.
فين الاوبجكت بتاعك يا سيدي؟ اهو ادي الاوبجكت، انتر بوحده المترز، اقول له ايه اوكي. اجي بقى عايز انزله بقى فين؟ هنا على مسافه كام يا سيدي؟ اقول له دايمنشن لينير من هنا، من هنا لهنا كام؟ 39 من 100. عرفنا ان هي كام؟ 39 من 100. ابدا انزله بمنتهى السهوله. اجي هنا اقول له ايه؟ انسيرت بلوك، اقول له اوكي. عايز تنزله منين؟ هقول له شيفت كليك يمين، فروم النقطه دي كام؟ هقول له شيفت هات صفر في اتجاه الاكس وسالب علامه 39 من 100 في اتجاه واي. نزل لك. عايز الروتيشن انجل؟ هقول له لا. اوكي، حط لي الشباك بتاعي. طب شباك هنا، افرض انا عايز اقيس يا جماعه بيزمنت تاني، يعني انا عايز اقيس، انا اللي اعرفه عايز اقيس من هنا لهنا مثلا، عايز ادخل الشباك من هنا لهنا علامه 72 من 100. اعمل ايه؟ اروح جاي منتهى السهوله برضه، اقول له ايه؟ انسيرت بلوك، بس اقول له ايه؟ اوكي. البيز بوينت بتاعتك يا سيدي، اقول له بدل ما انت كنت البيز بوينت بتاعتي في النص، اقول لا خليك من هنا اهو. وبعد كده اقول له شيفت كليك يمين، فروم منين؟ من النقطه دي كام؟ اقول له شيفت ات علامه صفر فليكس وعلامه 72 من 100 انتر. حط لي شفت انا عملت موجه فطلعوا لي فين؟ فوق. بناخد بالنا قوي من دي. سيرت بلوك، اقول له اوكي. ماسكولي من البيز بوينت، نفس البيز بوينت، اقول له ايه كده بيز بوينت، واروح جاي له من هنا. ده لو انا عايز اجدد يعني. شيفت كليك يمين فروم من النقطه دي كام؟ شيفت ات كام؟ فليكس صفر فليكس وعلامه سالب 72%. حط لي الشكل بتاعي. والروتيشن انجل بتاعتك كام يا سيدي؟ اهو حطيت البلوك. وهكذا مع باقي البلوكات الشبابيك الموجوده عندي في الرسم. تمام كده؟ تمام. نيجي بقى على ايه؟ على حاجه زي ايه؟ زي السلم. عايزين نرسم بقى السلم بتاعنا. ابص هو عامل السلم بتاعه ازاي. ابص هو عامل السلم بتاعه، الدرجه طبعا 30، لازم ايه؟ دايمنشن. لو بصينا كده على الدرجه النايمه هنلاقي كام؟ 30. طب عرض السلم نفسه، عرض السلم عامله كام؟ عامله متر. عامل عرض السلم كام؟ متر. يبقى اجي هنا في الجنب هنا امسح خلاص البلوكات دي مش محتاجها. اجي هنا في الجنب هنا اعمل ايه؟ اروح جاي اعمل سلم في الجنب، اروح جاي اعمل السلم في الجنب. اقول له مثلا يا سيدي خط مثلا، تعالى هنا خليك في تبع ايه؟ هعمل مثلا ستير، ستير السلم. اخلي واحده ايه؟ ستير 0 وستير 1. ليه؟ هنتكلم دلوقتي. اخلي واحده فيهم سوليد، اخليها مثلا ابيض. واحده فيهم ايه؟ خليها داش، اخليها لونها ايه؟ اصفر. ستير 2، ستير، ستير 1. واروح جاي مخليها ايه؟ لونها ايه؟ اصفر. وشكله ايه؟ طبعا داشت. اختار داشت 2 واقول له اوكي، اختارها لي. اجي بقى اروح جاي هنا في الجنب، اروح جاي له ستير فين؟ ستير 0، ستير 0. اروح جاي اعمل ايه؟ اللاين بتاعي طوله كام يا سيدي؟ طوله 1 متر. هو عامل بعد الرخامه كام؟ هو لو احنا طبعا اتكلمنا في السلم بالتفصيل في الفيديو اللي فات برضه. عامل هنا العرض بتاعه كام؟ العرض بتاعه 4 سم. حلوه. يبقى اروح جاي هنا اقول له ايه؟ اوفست، اوفست. اقول له كام؟ 4 من 100 انتر. فين الشكل بتاعك؟ اهو الشكل بتاعي اهو انتر. اروح جاي مختار دي واخليها فين؟ في اللاير ايه؟ ستير 0. حطيتها في ستير 0. طبعا ما هو داش مش باين ليه. اروح جاي مختاره واقول له البروبرتيز بتاعتك يا سيدي خلي السكيل بتاعك كام؟ 1 من 100. اوكي. بدأ ايه؟ يظهر معايا. عملت كده الستير اول درجه. هما كام درجه؟ في طبعا ناس بتفضل تاخدها قوابي واحده واحده والكلام فاضي ده. لازمته امر اري عندنا بقى. اروح جاي واخد دي واقول له ايه؟ اري. اقول له ريكتانجولار اري. عندي كام عمود؟ هو عمود واحد. اقول له كولومز، هو عمود واحد اللي انا عايزه. عندي كام صف بقى يا سيدي؟ شوف عندي كام نايم. اجي هنا اشوف عندي كام نايمة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 يبقى 10 ايه؟ نايمات. يبقى عندي كام صف؟ نمبر اوف روز 10. 10. كام السبيس بقى بين كل واحدة والتانية؟ نسينا حاجة بقى مهمة الا وهي ايه؟ ان احنا قبل ما نبدأ مفروض احدد له انا نقطة السبيس اللي هيمسك منها، البيس بوينت اللي هيمسك ايه منها، عشان انا عارف السلمة من هنا ان هي 30. فاروح جاي مختاره واقول له اري على طول. اقول له ايه؟ ريكتانجولار اري. اول حاجة اعملها البيس بوينت. عايز تحسب منين؟ هقول له احسبها لي من هنا. تمام كده. بعد كده اقول له الكولومز بتاعتك كام يا سيدي؟ 1 انتر. مسافه. بعد كده الروز كام صف؟ اقول له انت قايل لي 10 دلوقتي انتر. المسافه بين كل صف والتاني كام بقى؟ 3 من 10. يروح جاي عامل لي السلم بتاعي في منتهى السهوله، في منتهى السهوله. اعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام كده. تمام. فنص السلم عندي كام؟ في كام؟ عرضه كام؟ عرضه 42 من 100. عرضه كام؟ 42 من 100 في كام؟ في الارتفاع بتاعه ده كام؟ وليكن نشوف بقى الارتفاع بتاعه كام. دايمنشن لينير من هنا لحد هنا كام؟ 82 في 42 من 100. اروح جاي اعمل ريكتانجل كده. اقفل ده خلاص مش محتاجه. اقول له ريكتانجل
82 42%. ادي ريكتانجل، شيفت 8 علامة 82 و 42%. انتر، عمل لي السلم بتاعي. اعمل له روتيت. تمام. اروح جاي ماسكه كده موف، انتر. من هنا احطه ايه، ليكن كده. انتر. ادي عملت السلم بتاعي. عايز اعمل الناحيه التانيه، اروح جاي اخدهم كلهم ايه، كوبي، سي او انتر. من هنا خليكوا هنا يا سيدي افقي كده. طبعا لو انا نازل الداش بيبقى ايه العكس، اروح جاي له ماتش بروبرتيز. من هنا خليك ايه، طبعا ايه السلم بقى كله كتله واحده. اروح جاي اعمل ايه، مختار ده وده. كنت ممكن اختار له انا اسوشيتيف، بس ممكن اقول له اكسبلود وراح دماغي. اقول له ماتش بروبرتيز، اقول له ده عايزه يبقى ايه، هو ده. شفت ايه اللي حصل؟ وبعد كده اقول له ماتش بروبرتيز تاني، ماتش بروبرتيز ام ايه انتر. اقول له انا عايزك تاخد من ده تخليه لي هو ايه، هو هو ده اللي انا نازل على السلم دلوقتي نازل. وهكذا بقى اروح جاي واخد ايه كل ده زيه. ممكن اروح جاي مسح كل ده تاني يا جماعه، واقول له ايه اريز، اقول له ايه اري. اختار الشكل بتاعي ده كده، اقول له ايه اري. بدل ما افضل اقعد امشي ماتش بروبرتيز، اقول له ايه ريكتانجل. عندك كام كولومز يا سيدي؟ هو ايه، كولوم واحد. انتر. فين البيز بوينت بتاعتك؟ ما تنساش البيز بوينت بتاعتي اهي من هنا. تمام كده. الروز عايز كام صف؟ اقول له 10. المسافه من كل صف والتاني سالب 3 بقى من 10 عشان ايه ينزل لتحت. يبقى فهمنا كل الطرق اهو اللي بنعمل بيها في ثواني. ادي عملت السلم بتاعي. اجي اخد السلم، اسيب مسافه كام، متر منين؟ هو متر منين؟ من هنا. عامل مسافه متر لحد اول هنا درجه. اروح جاي واخدها من هنا، صاحبنا ده كده اخده موف. منين؟ اقول له ام انتر. منين؟ من هنا. من هنا النقطه دي هروح جاي هنا. طولها كام؟ متر من على امتداد الخط ده. بروح جاي مقرب، هقول له شيفت كليك يمين، شيفت رايت كليك فروم. فروم منين يا سيدي؟ فروم من النقطة دي. من النقطة دي كام؟ هقول له شيفت 8. كام في الاكس؟ كام في الاكس؟ صفر في الاكس وايه سالب 1 في الواي. احط السلم ايه بتاعي في ثواني. عملت السلم ايه بتاعي. ممكن اروح جاي واخده كله موف تاني. السلم ايه كله موف. الحاجة اللي أنا مش عايز اعلمها شيفت، واروح جاي لغي التحديد من عليها. اروح جاي له ايه ام انتر. منين يا سيدي؟ من هنا. خليك هنا كده. عملت ايه السلم بتاعي. تمام كده تمام. فاضل بقى ايه اتجاه السلم. نعمل له ايه اتجاه السلم بتاعي. ادي لاين. اجي هنا اقول له لاين، اختار ستيل زيرو، اقول له ايه لاين. من هنا كده اطلع. اللي تحت دي يا جماعه بلوك، يعني حتى لو بصينا هو جايبها حتى كمان. هو جايب داخل على البلوكات ديزاين سنتر اهو. حتى هو جايب الشكل بتاعها اهو. انتر اوكي. اثبت فين سكرين، فين النقطه اهو. النقطه دي هنا. انا مختار ايه اهو. اجي هنا اروح جاي له ديزاين سنتر، اختار الشكل اللي انا عايزه اوكي. فين النقطه؟ عايز تنزله منين؟ اجي هنا اروح جاي مختار النقطه. انجل زيرو. هو ماله سبيسيفاي سكرين، سبيسيفاي سكيل. اختار انا النقطة واعمل انا السكيل اللي انا عايزه، وادي الروتيشن انجل اللي انا ايه عايزه. اقول له ايه موف. منين يا سيدي؟ اقول له انت امسكولي بقى من اهو، حطه لي على الشكل هنا. كده. اما انتر موف. لازم البيز بوينت دي لازم احط الشكل بتاعي. تمام كده. عملت كل اللي انا ايه عايزه في اللوحه بتاعتي. فاضل ايه دلوقتي بقى يا جماعه؟ اهم خطوه عندي، اهم خطوه عندي اللي هي ايه، ابدا احط الابعاد بقى بتاعتي، الدايمنشن للناس والتكست. لا نعمل الاول ايه الهاتش بتاعي. لا اكتب التكست الاول وبعد كده نعمل ايه الهاتش بتاعنا. ناخد بالنا ايه من حاجه بقى مهمه قوي في التكست. انا دلوقتي عشان اكتب عربي اهم مشكله كانت بتواجه الناس اللي هو إيه؟ خط السوسه. انا لازم عشان اكتب خط عربي لازم ايه، لازم اعمل خط السوسه بتاعتي. فاروح جاي داخل اهم حاجه، اروح جاي منزل عندي على النت، انا محمله. الناس تخش على جوجل وتحمل خط اسمه خط ايه، خط السوسه. اهو لو دخلنا فين الفونتس اهو، الخط ده هينزل كده مع الناس اهي. ده تروح جاي واخدهم كلهم كده. تاخد كل ده اول ما تحمل على النت تقول السوسه، وتروح جاي واخدهم ايه كوبي
وفي فونتات عربي كتير على النت، وتيجي على علامه شايف اوتوكاد كده تضغط عليها كليك يمين تقول له ايه اوبن فايل لوكيشن. اوبن ايه فايل لوكيشن هيفتحه لك، تروح جاي داخل على فونتس، تروح جاي حاطط ايه كليك يمين بس. هقول طبعا هو موجود عندي في كوبي اند بريس، كل ده موجود عندي، فانا بقول له ايه ريبليس كونتينيو، موجودين عندي اصلا. الناس اللي مش هتعرف تضغط هنا كليك يمين مش اللي عندهاش العلامه دي، هتخش على ماي كمبيوتر، تخش على السي مكان ما تسطب البرنامج، بروجرام فايلز، اوتو ديسك، اوتوكاد 2013 فونتس، هتخش على الفونتات فين الفونتات، فونتات تخش تحطها موجود. وصلت انا حاطط فونتات كتير جدا عشان العربي بالذات، لان الناس كتير هتقابل مشاكل كتير جدا في العربي، فالناس لازم تنزل فونتات كتير من على النت. وهحاول ان شاء الله بقى ارفع اللينك بتاع الفونتات اللي انا ايه اللي انا محمله عندي. آه في احنا عملنا هنا 2 بلوك في بعض، معلش هحاول ابقى امسح واحد فيهم. شيفت الغي التحديد ده، اريز. امسح كله، خلاص خلصت كده. ابدا بقى اللي احنا قلنا عليه بقى التكست بقى، اروح كده داخل على حاجه اسمها ايه فورمات تكست ايه ستايل، ابدا اعمل ستايل ايه بنفسي، اقول له اسمه ايه تكست ايه ستايل. تمام كده تمام. اروح جاي ايه اقول له ايه اول حاجه كنت اعمل حتى ستايل ليه اسمه ايه السوسه، اروح جاي اعمل ممكن اعمل نيو، اروح جاي له نيو اسميه ايه الستايل بتاعي، هقول له إيه؟ اسمه السوسه فونت عشان الناس ما تنساوش، واروح جاي له ايه اوكي. نوع الخط اللي هستخدمه ايه، هنزل افضل انزل لحد ما يجيب لي ايه حاجه اسمها الاس، اضغط على حرف الاس بس كده، افضل انزل لحد ما الاقي حاجه اسمها سوسه دوت اس اتش اكس، اضغط عليها اختارها. ارتفاع الخط خليه زيرو زي ما هو، والويتس خليه ايه واحد زي ما هو كان موجود، اقول له ابلاي، اقول له ايه فونت، اقول له ابلاي، اقول له سيت كرنت، اقول له ابلاي كلوز ماشي. اجي بقى دلوقتي يا جماعه اقول له ايه الخط اللي هكتب بيه هكتب ايه، اقول له دي تي انتر. بيقول لي فين اول نقطه عايز اقول له انا عايز اكتب هنا، بيقول لي ارتفاع النص كام 2 ونص مثلا، اوكي. هتقعد تكتب بقى، بص بقى لازم لغه الكتابه عندك تكون ايه انجليزي عشان تكتب ايه عربي، وبعد كده اكتب اللي انا عايزه. ما انساش حاجه كمان مهمه، انا هتكلم انا في حاجه في دماغي عايز اقولها، بس اقول له دي تي انتر، اختار اي نقطه اهو، ارتفاع التكست الزيرو عايز تعمله بروتيشن انجل، لا خليها لك بزيرو. بص بقى لما اجي اكتب مثلا اسلام جميل لازم لغه الكتابه تكون ايه انجليزي، تمام لازم تكون انجليزي، واكتب مثلا اسلام جميل. بص كده بص كاتب جميل ازاي، انا مش عايز جميل كده، انا عايز اظبط جميل، اروح جاي كاتب اسلام تاني. بص عند جميل عشان اكتب الجيم كده تشبك في حاجه لازم اضغط على الشيفت واكتب جيم، شيفت واكتب ايه جيم جميل. اجي في الاخر بص اللام امسحها، اضغط شيفت واللام تظبط. وصلت يا جماعه، دي اهم حاجه كنت عايز اقولها ايه في اللغه العربيه، ناخد بالنا من الحته دي قوي. بالنسبه لارتفاع التكست الناس بتسال كتير ارتفاع التكست تاخده على اساس ايه. ارتفاع التكست يا جماعه في قانون كده عايزين نقوله، ايه افضل حاجه ليه، هقول لك ايه يا سيدي، اعمل شرط الكسر كده وتساوي، تمام كده شرط الكسر وايه وتساوي. هتقول لي الارتفاع الموجود في اللوحه، يعني الارتفاع في الرسمه في اللوحه في الطباعه، يعني خليك هنا مثلا اكتب تحت هنا السكيل. ايه انواع السكيل الموجوده عندي يا جماعه، عندي سكيل 1 ل 100، يعني 1 ل 100 يعني كل 1 متر هرسمه هنا يطلع بكام بوحده على اللوحه بعد ما تطبع. طب سكيل 1 ل 50 يعني كل 1 متر انا رسمه على اللوحه هيطلع لي كام، هيطلع لي 2 وحده على ايه على اللوحه، يبقى الواحد متر على اللوحه هيطبع كام، هيطبع كام على اللوحه بره، طبع 2 وحده. هكذا انا برضو بقول هنا الارتفاع في اللوحه في الطباعه، يعني الارتفاع اللي هيطبع، اقول له ارتفاع الا ايه اللي هيطبع بيساوي الارتفاع على اللوحه، ارتفاع على اللوحه. يعني ايه الكلام ده، يعني انا بقول له انت عايز دلوقتي الخط بتاعك يطبع قد ايه، يطبع بارتفاع كام، يبقى ايه ده لما اجي اطبع خلاص، لما اجي خلاص دي ورقه مطبوعه، خلاص انا رحت للراجل وخليته ايه قلت له خلاص اطبع لي الورقه دي، خلاص دي بقت اسمها ايه دلوقتي ورقه ايه مطبوعه، يبقى ده الارتفاع الخاص بالورقه المطبوعه بعد ما طبعها. طب الارتفاع ده الارتفاع اللي انت خلاص اللي انت هترسم بيه في اللوحه عندك هنا، الارتفاع اللي انت هترسم ايه باللوحه عندك، ده السكيل اللي انت هتستخدمه. يبقى اقول له مثلا هستخدم سكيل 1 ل 100 مثلا، سكيل 1 ل 100 انا عايز الارتفاع هنا على اللوحه هنا وانا بشتغل يكون 3 مللي، 3 كام 3 مللي، يبقى كام 3 مللي. يبقى معنى كده الارتفاع ده اسمه ايه الارتفاع على اللوحه، يبقى انا ارتفاع اللوحه اللي انا عايزه كام 3 مللي، وانا الوحدات اللي انا مستخدمها هنا بكام بوحدات المتر، يبقى 3 متر 3 مللي فيها كام متر 3 مللي فيها كام متر اللي ايه 3 من 1000 صح كده.
3 من 1000 صح كده. هقول له تساوي الارتفاع اللي هيطبع لي ده، الارتفاع اللي هيطبع لي، والسكيل كام بتاعي 1 ل 100 اللي هو ايه 100. يبقى اضرب 100 في 3 من 1000 يطلع لي كام؟ يطلع لي 3 مللي. يبقى اذا اروح جاي كاتب له كام؟ 3 قصدي من 10. يبقى اذا اقول له ارتفاع التكست بتاعك كام يا سيدي؟ ارتفاع التكست 3 من 10، عشان لما يطبع يطلع لك كام في الطباعه؟ يطلع لك 3 مللي. نقول تاني، اروح جاي اعمل شرط الكسر كده واقول السكيل بتاعي، السكيل بتاعي 1 ل 100، اروح جاي كاتب 100 تحت. 1 ل 50 اكتب كام؟ 50 اللي تحت. اقول له بيساوي، اقول له انت عايز تظهر كام؟ يعني انا دلوقتي وانا عمال احط التكست، عايز الارتفاع التكست يبقى كام؟ اقول له مثلا 3 مللي، وانا شغال بوحدات ايه؟ شغال بوحدات المتر. يبقى 3 مللي فيها كام؟ فيها ايه؟ 3 من 1000 ايه؟ 3 من 1000 متر صح كده. 3 من 1000 متر. طب الطباعه بقى، لما تطبع الورقه دي خلاص بقى خدت المشروع بتاعك ورحت طبعته، تبص على الورقه بتاعتك تيجي تقيس الارتفاع يطلع لك كام؟ هتقول له 100 في 3 من 1000 هيطلع لك كام؟ 3 من 10. يبقى انا عشان اطلع ارتفاع التكست 3 مللي لازم احط ارتفاع التكست هنا في اللوحه كام؟ 3 من 10. يا رب تكون وصلت. وهنتكلم على كل ده يا جماعه، ما تقلقوش في التفصيل في درس خاص اسمه السكيل. يبقى اما اجي اقول له هنا دي تي انتر، هيقول لي فين النقطه عايز تبدا منها؟ والنقطه دي ارتفاعك كام يا سيدي؟ اقول له كام؟ 3 من 10. انتر. الزيرو روتيشن، ابدا اكتب اللي انا عايزه، كل اللي انا عايزه. يبقى نيجي نكتب هنا في الجنب، هقول له ايه؟ دي تي انتر. في النقطه اللي انت عايز تكتب منها النقطه اهي، واقول له ارتفاع التكست كام؟ 3 من 10. انتر. الروتيشن انجل زيرو. عايز تكتب ايه؟ هقول له اكتب ايه؟ صالون. بس اكتب شيفت صاد صالون. لقيت التكست كبير، اي ارجع واقلله. لقيت ان انا حاسس لا كده مش مناسب، دي تي انتر. اختار النقطه واقول له انتر. بدل ما هو كام؟ بدل ما ايه طبعا هو دخل، اقول له دي تي انتر. اختار النقطه، الروتيشن 2.5. اقول له لا خليك 1 من 10. حلو. اوكي. اكتب بقى، اكتب هنا صا لو اون. ما كتبتش ليه؟ لازم اضغط على الصاد ايه؟ شيفت صاد. طب اكتب صاد بس صالون. في اوقات لازم تكتب شيفت، اوقات ايه مش لازم. كده صالون. عايز اعمل هنا فوق هنا، اكتب هنا استقبال. اضغط ضغط هنا واكتب ايه؟ استقبال. ما انساش الشيفت يا جماعه. الشيفت. شفت اروح جاي في حاجات استقبال، اكتب الف س عاديه، ت عاديه، استقبال. بس ما اجي اكتب اللام في الاخر شيفت لام. ماشي. صاله معيشه. اجي اضغط هنا اقول له ايه؟ صاله معيشه. صالة معيشة. ماشي. اجي منور سماوي، اكتب هنا، اضغط ضغطة واحدة واكتب ايه؟ منور سماوي. اضغط انتر تحت عشان ينزل لي اضافي. اضافي. اضغط شيفت وياه. اضافي. حتى مش اضافي. اضافي. خليها كفاية اضافي وخلاص كده. انت مش هتكتب حتى ليه. طب هنا نوم رئيسية، هقول له دي تي انتر. ارتفاع التكست بتاعتك كام يا سيدي؟ 1 من 10. حلو. انتر تكست معلش. اقول له دي تي انتر. عايز تكتب فين؟ هقول له هنا ارتفاع التكست 1 من 10. الزيرو روتيشن. هقول له اسمها ايه؟ نوم. نوم رئيسي. اللي هي اللي في الاخر. عارف ليه مش عايز يكتب الريليه؟ طب نبص تاني على الفونتات بتاع الصوصه اللي انا منزلها. فين صوصه موديل؟ فين الفونتس؟ في حاجه انا اسمها، انا عاملها فولدر ليا اسمه صوصه موديل. نبدا نفتح الصوصه موديل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. نبدا نبص على حرف الياء. حرف الياء موجوده هنا. طبعا حرف الياء اهو. حرف الياء عشان اكتب الياء يا جماعه لازم اكتب شفره. لازم اكتب 2 2 9 على 200%. شيل كله 9 على فكره. هنا عشان استخدم الحاجات دي لازم اعمل على 200% واحط 2 2 ايه 9. يبقى انا رحت جاي كده على الشكل بتاعي ده كده. اكبر. اجي هنا ارجع امسح النوم الرئيسي دي واكتبها من الاول 2 2 9 ما انساش. اقول له دي تي انتر. فين النقطه؟ دي النقطه. ارتفاع 1 من 10 عاجبني. اوكي. او اكتب ايه؟ نوم رئيسي. اجي اكتب اليه بقى لازم اكتب على 200%. 2 2 9 انتر. يه. مش عارف مش عايز انفذ ليه. على 200%. 2 2 9 اهو يه. ينفذها لي على طول. وصلت يا جماعه. اضغط دبل كليك تاني امسحها. يبقى نتكلم تاني يا جماعه على الحته دي ازاي بعملها. اكتب عادي خالص وما يلزمني حتى لو ما نفذتش. اكتب عادي خالص هو هينفذ لي كل حاجه. اختار النقطه. هي مشكله العربي كده في الاوتوكاد، ربنا ايه تولنا برحمته يعني. نوم رئيسي. شوف ليه بقى راجع اعمل كام؟ على 200% على طول. حتى لو 2 2 9 انتر انتر يروح جاي يعملها لي. وصلت كده يا جماعه؟ عرفنا بعمل ليه ازاي.
عرفنا بعمل ليها ازاي؟ دي حاجه مهمه جدا كنا عايزين نقولها. اجي برضه على اضافه هنا، اروح جاي اعمل كده دبل كليك، او اروح جاي له ايه على 200% 229 انتر، اروح جاي اعملها لي سواء. تمام كده تمام. اجي فوق في حاجه عايزه تتكتب تاني، هنا عايز اكتب هنا مطبخ، اقول له برضه، اقول له عايز اكتب دي تي انتر، اقلب اللغه، اقول له ايه دي تي، اجي هنا دي تي انتر، اختار النقطه الارتفاع 1 من 10، اقول له ايه مطبخ. شوف الخاء شيفت خاء. ايه تاني؟ اجي هنا في حاجه، في منور هنا سماوي، في منور سماوي، منور سماوي، منور سماوي، اكتب ليها ازاي؟ على 200% 229 انتر، انتر ينفذ لي. اختارها كده واعمل لها موف عشان ايه تبقى مكان. أه حمام، انا جاي هنا في الحته دي اكتب ايه حمام، اقول له دي تي انتر، اختار النقطه، انتر، انتر، اكتب ايه حمام، انتر، انتر، اخرج من الامر. في حاجه تانية عايز تكتب؟ اعتقد نفس الفكره خلاص. طب انا عايز اعمل بقى التاشير بتاعي، التاشير بتاعي اقول له ايه هاتش، ما انساش في الهاتش اقول له ايه كريت سيبريتور هاتش واسوسييت، اختار شكل التاشير بتاع الحمام اللي هو مستخدمه، مثلا لو انا مش عارف اروح جاي ضغط عليه كده، ده كده هاتش، في الهاتش ده كده اتش انتر هاتش. شايفين يا جماعه؟ اروح جاي قايل له انهيرت بروبرتيز، واروح جاي واخدها من هنا كده، اعرف هو مستخدم الهاتش بتاعي نوع ايه. تمام كده اهو، اعرف ان هو بتاعه على طول اللي هو الهاتش اللي هو الانجل. وصلت؟ وصلت. او الهاتش تاني، بيج بوينت، اختار اماكن هنا وهنا 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 وهنا، اقول له اوكي، اقول له ايه بريفيو. عجبني السكيل تمام. ما انساش يا جماعه تكون ايه نورمال، الشكل ده يكون ايه نورمال، عشان لو خليته اوتر هيروح جاي عامل لي عامل لي في هتلاقي التاشير على الحمام ده، الناس تجرب كده. لو عملنا اوتر مثلا قلت له بريفيو، شايف كلمه الحمام؟ هتلاقي مشي لك بريفيو على الحمام، لازم نخليه ايه نورمال. اوكي، اروح جاي له اوكي، اروح جاي اعمل لي الهاتش بتاعي، اروح جاي مختاره. طبعا ما انساش أنا كل ده ونسينا نحطه في ايه في لير الهاتش بتاعنا. اختار لير، اختار ايه الهاتش، فين الهاتش؟ هاتش، هاتش، ادي الهاتش. السكيل لو مش عاجبني اصغر فيه واكبر زي ما انا عايز. اجي على المطبخ، هو عامل ايه في المطبخ برضو؟ عامل هنا حاجه اسمها عامل بولي لاين وارك، ادي بولي لاين عامله. ممكن نعمل احنا كمان بولي لاين هنا لو عايزين. اجي هنا اقول له بي الانتر بولي لاين، اختار الشكل بتاعي هنا، اطلع وعايز يعمله بس منظر ايه جمالي. في ممكن اروح جاي له ارك، الريديوس بتاعك كام؟ اقول له ريديوس صغير كده. اجي عند الحته دي اقول له ايه، اقول له ارك، اختار ريديوس معقول مثلا. بعد كده ارجع تاني امر ايه لاين، لاين، اجي لحد هنا. بعد كده اقول له ارك تاني، اقول له امر لاين، لاين، هكذا بقى الناس بقى تتعامل بقى. بعد كده اجي في الاخر اقول لك ايه اوفست، المسافه بتاعتك كام؟ وليكن مسافه حته صغيره كده. انتر فين الشكل اهو، انتر لجوه. وصلت. وبعد كده اعمل ايه هاتش، اختار الهاتش بتاعي يكون ايه انجل. اوكي، ما انساش قبل ما ابدا يكون ايه اللاير اللي انا شغال عليه الهاتش اصلا، واقول له هاتش انتر، اختار اقول له ايه ابيك بوينت، فين اللي انت عايز تكتب اهو هنا وده. اوكي، اقول له ايه ريفيو، عجبني، اقول له ايه ما السكيل ما عجبنيش 1 من 100، اخليه 3 من 100 مثلا. اوكي، بدأ يظهر، اقول له ايه اوكي. تمام كده عملنا الهاتش بتاعنا وايه كل حاجه. فاضل عندي بقى ايه اهم مشكله برضو تاني احنا عمالين نقابل في مشاكل ونتكلم عنها، الا وهي ايه الابعاد. بص بقى لما نيجي نجرب نعمل الابعاد بتاعتنا يا جماعه دايمنشن لينير، بص كده اختار اي بعد كده، حاجه فوق الفظيعه، حاجه كبيره جدا. فاحنا برضو هنعمل ايه؟ هنعمل نفسنا دايمنشن ايه ستايل. ازاي دايمنشن ستايل؟ قال لي اخش على دايمنشن، اقول له دايمنشن ستايل، اروح جاي اعمل ايه واحد جديد ليا خالص، اقول له ايه نيو، هسميه مثلا صوصه دايمنشن عشان افهم ان ده هيبقى عربي. اوكي، اقول له مثلا نبدا نقول له ايه مثلا اوكي،
كويس. نبدا ناخد لينير عشان اوري الناس كل الاخطاء اللي بتقع فيها. بص كده بتعمل دايمنشن. اولا الخط كبير، ثانيا شايفين اللوسهم بتاعته قد ايه. كل حاجه نبدا نفهم نتكلم عنهم واحده واحده. لما اقول له دايمنشن، دايمنشن ستايل، اخش على الستايل اللي انا عامله اقول له موديفاي. نبدا واحده واحده. نقول له اللاينز بتاعك، طبعا انا عايز اختار اوبليك عشان ايه؟ يعمل لي خطوط. هنشوف فين الاوبليك. ادي الاوبليك، بص شكله ايه بقى، خطوط اللي انا عايزها. تمام كده. واقول له لاينز. طبعا انا مش هحتاج الاكستنشن لاين اللي هم الخطوط الطويله اللي هي بتطلع لي هنا دي، مش هحتاجها. اقول له ايه؟ باي لاير طبعا عشان يشتغل لي الدايمنشن على اللاير اللي انا هشتغل عليها، لاير ايه؟ دايمنشن. طب ما انساش اهم حاجه عندي، كلوز. اقول له ايه؟ دايمنشن. فين اللاير اللي انا عاملها بتاع الدايمنشن؟ اهو. الدايمنشن بتاعتي انا بحب لونها يبقى ماجنتا. ايه اللي جاب اللون الاحمر؟ دايمنشن يبقى لونها ايه؟ ماجنتا. اوكي. واقفل، اشغل اللاير بتاعتها، واروح جاي لتون دايمنشن، دايمنشن ستايل. اقول له ايه؟ موديفاي. اجي اختار اللاينز بتاعتنا، احنا قلنا هنخليه اوبليك طبعا. اوبليك. اجي هنا اللاينز، اقول له ده باي لاير. باي لاير ده طبعا ايه؟ مش محتاجينه اصلا في حاجه الاكستنشن، فهقفلهم. تمام كده. التكست بتاعي هكتب ايه؟ راح جاي مختار بقى خط الصوصه فونت بقى عشان يكتب لي ايه؟ بالايه؟ بالعربي. والكلر انا بحب يكون اللون الاخضر. نيجي ندك اوكي كده يا جماعه. نبدا نشوف المشاكل اللي هتجيلنا. نبدا نقول دايمنشن مثلا لاين. خد اي دايمنشن. ايه اللي حصل؟ مبدئيا الكتابه دي مثلا 7 7 79 و3 عمل لي. بص كتابه غبيه ازاي. تاني حاجه الخطوط، شايف الخط المايل ده قد ايه؟ البعد الكتابه عن الخط، شايف كل دي؟ يبقى نبص عليهم واحده واحده. عايزين نعالجهم واحده واحده. اول حاجه الخط، شايف الحاجات داخله في بعضها؟ لا انا عايز اظبطها. اروح جاي اظبط الخط ازاي؟ اقول له دايمنشن، دايمنشن ستايل. اقول له موديفاي. دي اكتر حاجه بتعقد الناس. اروح جاي داخل على برميل يونت، شايفين البرسيشن دي؟ اختار ايه؟ شايفين قصدي ديسيمال سيبريتور؟ اختارها ايه؟ بيريود. واروح جاي له اوكي. واروح جاي له اوكي. كلوز. بص اللي حصل. بدات ايه؟ تتعدل عندي. ازاي اتعدلت؟ تاني حاجه الخطين الاوبليك المايلين دول، عايز اقلل حجمهم. ما ينفعش بالحجم الكبير ده كله. اقول له دايمنشن، اقول له دايمنشن ستايل، اروح جاي له موديفاي. شايفين يا جماعه سمبل روز؟ انت شايفين الرو سايز 2.5؟ لا خليها لي 1 من 10. اقول له اوكي. ده انت ممكن لو عايزها اصغر من كده تخليه 1 من 100 اهو. حاجه صغيره كده. تمام كده. الخط شايفين التكست بعدها عن الكتابه بعيده قوي. اروح جاي له ايه؟ تكست دايمنشن ستايل. فين التكست؟ اخش على التكست. شايفين يا جماعه التكست هايت، ارتفاع التكست ده كبير. اقول له ايه؟ وليكن خليك 2 من 10 مثلا. والاوفست فروم بقى البعد الدايمنشن اصلا هقول له خليك برده 1 من 10. اقول له اوكي. بص ايه اللي حصل. بدا التكست يصغر حجمه ويبقى ايه؟ يقرب جدا من الدايمنشن بتاعتنا. يبقى كده عرفنا نعالج كل مشاكل الكتابه كده. يبقى اجي هنا اروح جاي قايل له دايمنشن، اقول له كويك دايمنشن، اختار الشكل بتاعي كده، انتر، اطلع فوق في ثواني عمل لي الدايمنشن بتاعتي. امسح ده كده، خليك تحت زي ما كنت افضل. اقول له دايمنشن، كويك دايمنشن، اختار الشكل بتاعي كده، انتر. اروح جاي مخليهم وليكن هنا. بعد كده اقول له دايمنشن، اقول له لينير من هنا لهنا. اروح جاي حاطط الدايمنشن بتاعتي. دايمنشن كويك ايه؟ دايمنشن، اختار كل الاشكال اللي في الجنب هنا دي كده كلها. اوكي. واروح جاي ايه؟ اعمل كنترول زد. طبعا ما بيرضاش يعمل ايه؟ الرأس ده قريب، لازم ايه؟ نخليه بعيد. شايفين كده؟ لازم اعمل كده. وبعد كده مضطر يعني اروح جاي مختار ده وده. واروح جاي مختار وليكن هنا. بعد كده اقول له دايمنشن، اقول له كونتينيو. كونتينيو. ابدا اجي هنا. احنا بنحل كل المشاكل يا جماعه بتاع الكتابه بتاعتنا. لينير. اروح جاي مختار الخط ده، وادي الخط ده. وصلت؟ بعد كده نفس الفكره الناحيه الثانيه. اجي هنا اقول له كويك ايه؟ دايمنشن. ايه الموجود عندي تاني ناقص؟ طبعا احنا الابعاد الداخليه خلاص بقت بسهوله جدا اقدر احط ابعاد داخليه. اقول له دايمنشن لينير، ابدا احط ابعاد داخليه بمنتهى السهوله اللي في الدنيا من هنا لهنا. الاول كانت دي بتعقد الناس كتير جدا، كانت بتعقدهم قوي. فايه احنا بدانا نحل كل ايه؟ المشاكل. آه ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما انساش اجي هنا في اللاير بتاع الوولز واعمل ايه؟ خطين كده عشان ابين ان ده ايه؟ منور. اهم حاجه عندي دي عشان الناس ايه؟ في التنفيذي ما يغلطش. ايه تاني؟ عملت التأشير بتاع الابعاد الداخليه. لو عايز اعمل اي ابعاد داخليه تاني ابدا اعمل كل اللي انا عايزه. انهم اي حاجه انا عايزها ابدا احط الابعاد، اقول له ايه؟ دايمنشن. يبقى احنا كده قدرنا الحمد لله بفضل الله نعالج كل مشاكل الكتابه الخاصه بالكتابه والخاصه ايه؟ بالابعاد. قدرنا نعالجها الحمد لله. ماشي.
ايه تاني؟ ممكن اخد النمرة الرئيسية دي اروح جاي ناقلها بايدي هنا كده. وعرفنا الكتابة كده، اتكلمنا في كل الكتابة والبلوكات واتكلمنا في كل حاجة الحمد لله خاصة بالرسم. فاضل عندي بقى يا جماعة ان انا ايه، ان انا ابدا ايه ارسم ايه الادوار المتكررة. لو بصينا على الدور المتكرر، عايز ارجع لوحة تانية، اروح جاي له تول ايزوليت، اقول له ايه اند ايزوليشن اوبشن. هاجي ابص عليه المتكرر التاني اللي جنبه ده ايه زيه، فاروح جاي اعمل ايه، اروح جاي على طول رايح دماغي اختار ده كله واقول له ايه كوبي ويز ايه بيز بوينت، كوبي ويز بيز بوينت في البيز بوينت سي بتاعتك اهو، وليكن اهي. بعد كده اروح جاي قايل له ايه كليك يمين باست اديت، بس اروح جاي مختارها فين اهو، انزل الشكل ايه بتاعي. ادي اللوحه. فاضل عندي لوحه الارضي. هلاقي لوحه الارض طبعا هي نفس التقسيمه بالظبط، بس ايه فاضل ان انا اشيل بلوكات منها والحاجات دي، اروح جاي برده مختار ده كده كله، اقول له ايه ممكن اقول باست تاني خلاص طالما هي موجوده اديت، بس اروح جاي نازل بقى ايه تحت هنا، اروح جاي حاططها تحت هنا، حطيت اللوحه بتاعتي. اجي تحت هنا طبعا اروح جاي اعمل ايزوليت، اروح جاي واخد دي ايزوليت عشان اتعامل معاها لوحدها، تول ايزوليت، ايزوليت اوبجكتس، اروح جاي مختار دي كده انتر اهو. ابدا اتعامل مع ايه اللي هنا اللي موجود، اروح جاي داخل هنا ده كان محل، اروح جاي ماسح كلمه نوم رئيسي بالابعاد، امسح كلمه نوم رئيسي دي انتر، ده امسحه، ده امسحه برضه انتر، امسح. التراس طبعا ده مش هيعمل، طبعا ده الارضي مش هيعمل فيه تراس، ده امسح، امسح. كل اللي انا مش محتاجه امسحه، شيفت واشيل التحديد من عند السنتر لاين، امسح، امسح. المدخل بتاع العماره خلاص ممكن امسح البلوك، انا مش محتاج البلوكات كلها صح يا جماعه، فاعمل ايه اقول له فورمات، اقول له ايزوليت لاير ايزوليت، او ممكن من هنا ايزوليت لاير ايزوليت من لاير 2 زي ما اتفقنا. فين الشكل اهو اللي هو ده انتر، يمسح لي كله ما عدا ايه، يخفي لي كله ما عدا ايه البلوكات. اروح جاي ماسك البلوكات كلها امسحها. طبعا الحمام الحمام هنا احط فيه بلوكات، لسه سايب البلوكات زي ما هو والشبابيك سايبها زي ما هي خلاص. اروح جاي قايل له ايه لاير بريفيوس، يرجع لي كل حاجه زي ما كان. حاجه زي دي انا مش محتاجها، اروح جاي ايه مسحها انتر. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تاني؟ طبعا ده مفيش باب هنا، اروح جاي ماسح ده كده انتر، واروح جاي قايل له ايه اكس انتر انتر. فين اللي انت عايز تعمل له اكستند بدا يعمل ايه اكستند في ثواني. ايه تاني؟ بالنسبه للحته دي يا جماعه كانت الحته دي ارش، اروح جاي ايه اعمل ايه، اروح جاي اعمل لاين، اقفل الجزئيه دي كده، اروح جاي محدد الاثنين دول، اقول له ايه اروح جاي مرجع ده لحد هنا كده، واقول له خليك ايه احدد ده وده، واقول له خليك في لاير ايه الداشت. ثواني. طبعا ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، راح جاي محدده وراح جاي له بروبرتيز، واخلي القيمه بتاعتها بكام السكيل، بواحد من 100. اوكي حاجه كويسه جدا، وامسح. آه ده المحل، عايز اكتب هنا كلمه محل، اروح جاي كاتب هنا ايه دي تي انتر، اقول له دي تي انتر، اختار النقطه بتاعتي 1/10 الانجل، اكتب ايه محل، ما انساش شيفت اكتب اللام انتر انتر عملها لي. لقيت التكست صغير ممكن اكبر فيه زي ما احنا عايزين. ممكن يا جماعه اروح جاي مثلا مخلي ده مثلا الضعف، يعني 1/10، اقول له اس سي انتر سكيل بيز بوينت من هنا مثلا، واقول له خليك السكيل ايه 2، خلوه لي ايه الضعف. اروح جاي في الاخر اقول له ماتش بروبرتيز، اختار من هنا وابدا احط ايه كله هنا، يبدا يكبر لي كل الابعاد. وصلت؟ تمام. مش عايز اروح جاي راجع كنترول زد لو كان عاجبني الشكل بتاعي. ايه تاني؟ آه نخش بقى بالابعاد الداخليه. ممكن نروح جاي يا دوبك نزود له يا دوبك ايه اللي هيزيد فيه الاول الابعاد الداخليه. الهاتش مش محتاجه، اروح جاي اعمل ايه لاير ايزوليت، اروح جاي اختار لاير ايزوليت، اختار الهاتش انتر، يشيل لي كله ما عدا ايه الهاتش. اروح جاي مسح الهاتش بتاع المطبخ كله، اقول له اريز، مسح لي الدنيا دي كلها، اقول له لاير بريفيوس. ايه تاني؟ مش محتاج طبعا البلوكات اللي هنا في المطبخ، اروح جاي له برده لاير ايزوليت، اختار البلوكات انتر، لاير ايزوليت بلوك انتر. اروح جاي انا نسيت حتى كنت اعمل ده في بلوكات، اقول له ايه لاير بريفيوس. ابدا امسح دول مش محتاجهم اريز. في ثواني بقيت اخلص الشكل بتاعي خلص بقى. عندي فاضل ان انا اعمل هنا المدخل بتاعي.
في مثلا هنا بابين، ابدا اعمل بقى خط مثلا صغير كده واعمل له ايه اوفست، اعمل الابواب. يعني الباقي حاجات سهله جدا يا جماعه، كده جدا يعني. هنا مثلا الصالون مش هحتاج ايه ان انا اعمل ايه الشكل ده ولا ده، اقول له اريز، امسح الصالون، كلمه صالون دي اخليها مدخل عماره، واجي قايل له دي تي انتر. هنا دي تي انتر، اختار النقطه 1/10 انجل، هقول له اكتب ايه مدخل عماره، انتر انتر، مدخل العماره. وبرضو اهم غلطه كل لحد دلوقتي ما خدناش بالنا منها، الا وهي ايه ان انا التكست كلها احطها في اللاير بتاع التكست. فلازم يا جماعه قبل ما نبدا اي حاجه نكون واخدين بالنا من اللاير ايه اللي انا شغال فيه. بنغلق كل ده عشان ايه نتعلم من كل ده. جاي محدد كل الكتابه كل التكست، واروح جاي قايل له ايه اخش على لاير التكست اللي انا عامله. فين التكست فين التكست، نسينا حتى نعمل لاير تكست. اروح جاي اعمل هنا لاير جديده، واقول له ايه اقف هنا على الزيرو، واقول له لاير اسمها ايه تكست، اخلي لونها اخضر واقفل. طب التحديد راح مني، اروح جاي اعمل ايه، او ممكن اروح جاي له لاير ايزوليت. كده كده في اي لاير موجوده فيها هتبدا ابدا احددها. لاير بريفيوس، احدد كل كتابه، احنا كنت عاملين كل حاجه في لاير بسبب تسرع. ابدا احدد كل الكتابه الموجوده عندي واحطها فين في لاير الخاصه بيها في التكست. بعد كده بختار من هنا فين التكست اللي احنا لسه عاملينه التكست، يبدا ايه يظبط لي الدنيا بتاعتي. اللي فاضل عندي في مدخل العماره ان انا اعمل هنا ايه بابين في ثواني ممكن نعملهم. نشوف هو عامل مثلا خط على بعد كام، اقول له dimension linear، نقيس المسافة دي من هنا لهنا كام 1 متر، كويسة. 1 متر في كام، اخش داخل هنا مسافة كام 1 متر في 61، 1 متر في 61. يبقى اجي هنا اقول له ايه اقول له لاين شيفت كليك يمين فروم منين من النقطة دي، لاين تاني شيفت كليك يمين فروم منين من النقطة دي، هطلع لفوق يبقى موجب، يبقى شيفت اد صفر في الاكس واي والواي متر. حتى النقطة اخش جوه كام علامة 61 من 100، انتر. عملت الخط بتاعي، ممكن اقول له اوفست على بعد 12 من 100، اختار الخط اعمل الناحية التانية نقفله. اعمل الباب بتاعي ازاي، اروح جاي له انسيرت، ده باب العمارة بتاعي كام في كام، اقيسه هتلاقي بتهيألي متر لينير من هنا متر. ويبقى اعمل باب جديد اسميه الباب اللي بيئة العمارة، اقول له ايه لاين خط كده اعمله كام 1 انتر، واقول له درو ارك ستارت وسنتر واند انتر اند. اروح جاي حافظه على انه ايه بلوك، اقول له بي انتر اسميه 100 دور، واقول له البيج بوينت بتاعتك هنا سيلكت اوبجكت انتر بالميترز، اقول له اوكي. انساش اروح جاي مدخله في الايه اللايرز بتاعي بلوكات. لما اجي اخش هنا اروح جاي مشغل لاير البلوك، واقول له ايه انسيرت بلوك اوكي، اروح جاي حاطه هنا. طب هينفع كده، اروح جاي مختاره في اي مكان، واروح جاي قايل له ايه السكيل بتاعك 1، الروتيشن انجل بتاعك خليك 0، واروح جاي قايل له ايه ام اي ميرور. عملت له ميرور في ثواني، امسح بقى ده مش محتاجه، اروح جاي واخد ده كده من هنا، جاي احطه هنا. بعد كده اقول له ده سخنه ده ام اي ميرور من هنا لهنا اوكي. بعد كده اخد دول كده كوبي من هنا لهنا. خلصت الرسمه بتاعتي. بس ما انساش البلوكات ده انا حاطه في لاير البلوكات اهو، ده في لاير البلوكات، ما انساش ده وده في لاير الوولز. تمام. ايه تاني عندي، ادي عملت باب العماره بتاعتي. لو عايز اعمل درجه دي درجه الدخول بتاعه العماره. خلاص فهمنا بنعمل ازاي، اخد لاين هنا ومش 3/10 واعمل اوفست 4 اللي هي 4 سم، يعني اجي من هنا اقول له لاين، ارجع للوولز اقول له لاين، اقف هنا اقول له مثلا 3/10 رغم ان ده ستيرز، وهنشتغل افضل عليه ان هو ستيرز.
هنا وادي هنا. بعد كده اختاره ادخله في اللاير بتاع الستيرز، ستيرز 0. بعد كده اعمل اوفست وانتر 400 واختاره الشكل. تمام. ايه اسرع طريقه يا جماعه في الحته دي؟ ان انا اقطع الفلت، اروح جاي مستخدم امر فلت، اقول له الريديوس بتاعك 0. تمام كده. واروح جاي مختار، اقول له مالتيبل متكرر عشان اعمل اكتر من حاجه، اختار خطين. ممكن اروح جاي قايل له سي انتر عشان ايه؟ افتح نافذه يبقى فلت، او اروح جاي فاتح ده وده اقفل على طول. اجي هنا اروح جاي قايل له برده سي انتر، اروح جاي فاتح نافذه واروح جاي ايه؟ مقطع في ثواني. وما انساش بقى اروح جاي واخد ده خليه في لير ايه؟ الداشت بتاع الستير. خليك في ستير داشت بس كده. طبعا ما عجبنيش السكيل، اكبر السكيل. المدخل، الخطين بتوع المدخل دول امسحهم. يعتبر كده خلاص، يعتبر خلصنا الرسمه بتاعتنا كلها الحمد لله. هي الباقي حاجات تافهه نفس الفكره بالظبط، احنا عملنا كل الحاجات المهمه. مرضيش كده اقول له ريجنيرت عشان ايه؟ اكبر الشكل بتاعي. الواجهات دي يا جماعه دي واجهات جاهزه بتبقى موجوده على النت، او ممكن نرسمها احنا، مفيش اي مشاكل خالص. هي عباره عن كلها ايه؟ مستطيلات اهي، كلها شغل مستطيلات. وده هاتش اهو موجود، ده هاتش، وكلها شغل ايه؟ مستطيلات. فبدل ما نضيع وقت ونفضل نرسم في واجهات، ممكن في واجهات جاهزه على النت، او ممكن ايه؟ الناس ايه؟ ترسمها براحتها اللي تحبه. جاي مكبر، قرب كده من بعضيهم، نظبط بس لوحتنا، ونموف هنا. وليكن هنا. بعد كده اعمل حواليهم ريكتانجل كبير، ريكتانجل كبير. ما انساش اعمل ايه؟ اكبر دي بستريتش السنتر كده. ما انساش اعمل الباندا بتاعتي او الخرطوشه اللي هي في الجنب دي اللي احنا بنكتب فيها كل النوتس اهو. واجي هنا لو عايز اعمل نفس الفكره، اروح جاي اعمل له ايه؟ اقول له ريكتانجل، اقول له ايه؟ هي نفس الفكره، هي ريكتانجل. واجي هنا واقول له خليك فلت، ليك ريديوس صغير كده وليكن حاجه ريكتانجل، اقول له ايه؟ فلت، اختار ريديوس صغير كده، واروح جاي ابدا ارسم المستطيل بتاعي الكبير قوي ده اهو. لحد هنا. وابدا اعمل الجداول اللي جوه دي في ثواني برضو، اعمل المستطيلات كلها تاني تاني جوه. واكتب كل ايه اللي انا عايزه. برضو اختار دي تكستد، وابدا اعمل الجداول الموجوده عندي دي واحطها في ثواني عندي فيه. يبقى كده الحمد لله احنا قدرنا نرسم، نعالج كل المشاكل اللي كانت موجوده عندنا، ونرسم اللوحه بتاعتنا. اهم مشكله يا جماعه لازم نسينا نتكلم عليها في بدايه اللوحه بتاعتنا، الا وهي ايه؟ ان احنا لازم قبل ما تبدا اللوحه بتاعتك تكون مسيفها عندك على الجهاز. يعني ايه؟ انا خلاص من قبل اللوحه لسه، يعني حاجه زي التهنيجه اللي حصلت دي كده ممكن ايه؟ يلغي لي كل حاجه. اروح جاي قبل ما ابدا اصلا اللوحه بتاعتي، اروح جاي داخل اقول له فايل، اقول له ايه؟ سيف از. قبل ما ابدا خالص سيف از، اروح جاي مختار المكان اللي هحفظ فيه واقول له ايه؟ سيف. وكمان اتاكد وانا شغال اروح جاي مخلي الاوتوماتيك سيف ايه؟ زي ما اتفقنا اوتوماتيك سيف مثلا كل 5 دقائق. وما تيجي تفتح لي اي رسم عندي اختار انهي رمز، يعني مثلا لو النور قطع ولا حاجه والناس شغاله، هتيجي تختار اول ما تفتح تختار ايه؟ ما تنساش يا جماعه اختار العلامه مثلا دوت اس سي في، هيجيب لك باك ريكفري درون ريكفري، تروح جاي مختار ايه؟ العلامه دوت اس سي في، تختار يجيب لك اخر حاجه من قبل ما النور يقطع ب5 دقائق. تمام كده يا جماعه. يبقى ناخد بالنا من دي. او ممكن الناس كل شويه طول ما قاعده كنترول اس كنترول اس تفضل ايه؟ سايب الرسمه بتاعتك. يبقى احنا كده قدرنا الحمد لله نرسم اللوحه بتاعتنا معماري، وشفنا كل اهم الاخطاء اللي الناس بتقع فيها، واهم المشاكل اللي بتواجهنا في الكتابه وكل حاجه.
اللوحه دي باذن الله هنرسم لها الانشائي برضو بسرعه باذن الله المره الجايه باذن الله تعالى. احنا اتكلمنا على كل الاساسيات اللي فيها ورسمناها، يا ريت الناس دي تبدا تطبق، ويا رب تكون قدرت اوصل المعلومه بشكل مبسط ونقول كل الطرق السهله في الرسم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.